أهلا بيكم في أول حلقة من بودكاست كتف قانون. بنحاول نعمل حاجة مختلفة، هنجيب نماذج رياضية وإدارية ناجحة ونسألهم عن المواضيع المهمة عشان نطلع بوجهة نظر مختلفة. أنا قررت أحول قعدتي مع أصحابي البودكاست، وأول ضيف معايا النهاردة هو الدكتور مهند مجد. أولا أنا عايز أشكرك إن أنت قبلت دعوتنا، وأنت عارف يعني إن أنا كنت عايز إن دي تكون أول حلقة في البودكاست لأسباب كتيرة. أولا طبعا بغض النظر إن أنا بعتز بصداقتك، وحاجة من يعني شخصية من الشخصيات بجد اللي أنا اتشرفت إن أنا اتعرفت عليها الفترة اللي فاتت. الحاجة التانية إنه إحنا هدفنا هنا في البودكاست إن إحنا يعني عندنا شوية رسائل كده عايزين نقولها للناس، نجيب من خلال إن إحنا نجيب نماذج يكون عندهم نجاح في مجالات كتيرة مختلفة، عشان نوري الناس الجديدة، الشباب الجديدة، الأبطال، الولاد الصغيرين الطريق بتاعك كان عامل إزاي، القرارات اللي أنت خدتها في الطريق بتاعك. ده أكيد لما يتفرجوا عليه هيفيدهم، وهيعرفوا يعني أنت اتصرفت إزاي في المواقف دي. وأنت ما شاء الله يعني تاريخك حافل بالإنجازات، فيعني إيه، عايزين نبتدي بقى بسرعة عشان يعني نحاول. أنا اللي بشكرك طبعا، أنا موجود معاك النهاردة، وأنت صديق عزيز ومجتهد ومختلف كمان في المجال بتاعنا. أنا بقالي كتير يعني 30 سنة في المجال، إذا كان لاعب أو في مجلس الإدارة، يعني قليل قوي النماذج اللي زي دي. فأنا أحب إن إحنا نبتدي نظهر للناس بشكل مختلف، يمكن نقدم حاجة مختلفة إن شاء الله. هو ده الهدف بتاعنا. يعني برضو حاجة من الحاجات ممكن كنت قلت لحضرتك عليها قبل كده، إنه الإعلام بشكل كبير مركز على اتجاه واحد. طبعا هم معذورين لان كله بيحاول يدور على المشاهده، احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يكون في قيمه من الموضوع اللي احنا بنعمله ده، لان احنا في الاخر بنحاول نخدم الرياضيين بشكل عام، ودي خدمه كويسه للرياضيين ان احنا نتكلم عن المشاكل، نتكلم عن التحديات، نحاول نخليهم يفهموا اكتر، يبصوا على الموضوع من وجهه نظر مختلفه. فده الهدف بتاعنا، وانا شايف يعني ان شاء الله النهارده هتكون حلقه مفيده جدا لكل الناس هتتفرج عليها. كنت عايز اسالك بقى في البدايه كده، انت ابتديت يعني علاقتك بالرياضه ابتدت بدري، ابتديت في الامارات، فعايزين نعرف يعني ليه اخترت الكاراتيه والموضوع كان عامل ازاي. يعني احكي لنا كده شويه علاقتك بالكاراتيه والمحطات المهمه اللي انت مريت بيها لحد بقى لما يعني حققت الانجازات اللي انت حققتها دي. والله انا ما اخترتش الكاراتيه طبعا بارادتي خالص. كانت كلها صدفه، ويمكن جت بعد موضوع، يمكن جت بخناقه يعني حصلت في المدرسه وانا صغير، يعني عندي 7 سنين. يمكن الحكايه دي انا دايما بحكيها لاولياء الامور اللي بيبقى عندهم ازمه مع اولادهم، خايفين عليهم او كده. ما اعرفش ايه احكيها، ممكن احكيها يعني. لا يا ريت. انا بدات كاراتيه كان عندي 7 سنين وراجعين من المدرسه، وكان في جاري اتخانقنا مع بعض في الباص، وبعدين نزلنا فاتخانقنا مع بعض. يعني فجاه لقيت هجوم رهيب جدا من المنطقه. انا ما اعرفش بقى ان الولد ليه 7 اخوات ولاد ماشي، وهو نمره 6، يعني هو تاني اصغر واحد من تحت. فطبعا لقيت بقى جيش اخواته كلهم جايين يدافعوا عنه وبتاع، فطبعا كلت علقه ما يعلم بها الا ربنا. بعد ما يعني عدموني العافيه، فراح جه بقى اخوهم الكبير قال ايه، خلاص احنا كده ما ينفعش كده وبتاع، احنا نخليهم هم يتخانقوا مع بعض، يعني فاهم، تبقى عشان تبقى فير يعني. بعد كل الضرب عشان تبقى فير بعد ما عدموني العافيه يعني. فانا بقى مش هلم الدور، رحت ماسكه ضربه تاني. فطبعا كلت علقه ثانيه، رحت راجع على البيت طبعا، ما بيدافع عن اخوهم بقى وكده. من هنا يعني جه بابا قال لي ايه، طب دفاع عن النفس بقى. دفاع عن نفسه، دخل الحته دي، ونكتب نيجي نلعب كاراتيه بتاع. انا طبعا كنت مجنون كوره زي كل الاطفال في وقتنا، ما كانش عندنا حاجه غير نلعب اتاري او سيجا ونلعب كوره في المدرسه، فكان طبعا هو ده حلمي يعني. بس اصطدمنا بقى بموضوع ان او اللي كان والدي قاله لي، يعني ان انا عشان مصري كنت عايش في الامارات، ان ماليش ان انا العب العاب جماعيه، ولا كوره ولا باسكت ولا طايره ولا هاندبول. ما اعرفش المعلومه دي صح ولا لا، ممنوع يعني. ما ان هي كانت للاماراتيين يمكن وقتها، مش يمكن عارف الوقت يعني. ده كان ممكن الوقت ده كده، ما اعرفش اصلا هي المعلومه صح ولا لا. ممكن كان عايز نلعب ممكن كان كاراتيه. عايزك تلعب كاراتيه. بس وقال لي هنلعب في الصيف بس الكلام ده سنة يمكن 93 91 يعني. بس ومن ساعتها الصيف جر دراسة، ودراسة جرت صيف، ومن وقتها وانا بلعب كاراتيه. طبعا مريت مواقف كتير جدا برضو على مستوى اللعب.
في ناس برضو لما بحكيها للولاد الصغيرين ممكن ما بيصدقوهاش، لان اولياء الامور او اللعيبه ممكن بيبقى عنده اي صعوبات بيواجهها في النادي او في المنتخب او كده. لما باجي بحكي له عن المواقف اللي حصلت معايا ممكن ما يعني بيقتنع ان الرياضي عشان يبقى بطل لازم يعدي بكل الصعوبات اللي بيواجهها وما يوقفش عندها وما يعلقش شماعات عليها. فبدايه بقى من ان انت مشكله موضوع الشماعات ده عندنا يعني. طبعا ناس كتير مستقبلها بيضيع بسبب انها بتعلق شماعات على اي حاجه بقى، صح. على الظروف، على التحكيم، على البلد، على كذا. لكن اللي عايز ينجح ما بيشوفش قدامه غير ان هو شايف طريقه بس، وشايف هو عايز يوصل لفين. بيتعامل مع المواقف كلها يعني. بالظبط. وبعدين صح. في البدايه انا ما كنتش يعني حلمي ان انا ابقى بطل عالم ولا اي حاجه، لا، واخد المواضيع واحده واحده، واخد المواضيع عادي، كنت مطيع جدا يعني، تعال ننزل التمرين خلاص انا رايح التمرين. لكن قعدت مثلا هناك يعني 5 6 7 سنين بتمرن بس ما بكسبش في البطولات خالص. كنت بتشترك في البطولات شارك في بطولات الدوله طبعا عادي ما فيهاش مشكله، ما بكسبش خالص، ومع ذلك عادي جدا تاني يوم او تالت يعني لما يجي ميعاد التمرين انزل التمرين مفيش مشكله خالص. فجاه اخر سنه 97 تقريبا او حاجه زي كده، فجاه لقيت نفسي كل البطولات اللي بشارك فيها بجيب فيها اول. ما سالنيش ازاي برضه، ما فيش حاجه جديده اختلفت في التمرين، هو التمرين وبس، الاستمراريه يعني فضلت تستمر الانضباط الالتزام بس. لكن ما فيش مثلا ان انا رحت اتدربت مع مدرب تاني، ما فيش ان انا رحت مكان تاني، ما فيش ان انا غيرت طريقه تمريني. احنا كنا ما فيش وقتها، ما كانش فيه العلم بهذه القدر يعني، هو مدربك وبس. لكن ده كان مثال بالنسبه لي، درس كبير جدا، انه اللي بتتعب لازم هتلاقي مهما كان حتى لو انت في منظومه مش مظبوطه 100%، بس طالما انت تعبت لازم ربنا بس يعني ما احبطتش مثلا يعني، اصل في السن ده يعني الاولاد بيبقوا مركزين ان هم عايزين يكسبوا، عايزين ميداليه، عايزين ما جالكش الاحباط ده؟ كنت طفل عادي يعني اساسا يعني خلاص روتين جزء من حياتك. روتين جزء لا هو رايح التمرين وجاي من التمرين برضه فاهم، وفضلت بتتمرن بتمرن كده وبروح التمرين وخلاص. رجعت بقى لما خدت بطولة الدولة كنت يعني اخد احسن لاعب ناشئ او كده، نزلنا بقى مصر سنة 98. كان ساعتها عندك 15 سنة. 15 سنة بالظبط كده، وانضميت للنادي الاهلي على طول. بس طيب اول خبطة بقى في النادي الاهلي على طول. عايز خبطتين. الفرق ايه بقى؟ النقلة دي كانت عاملة ازاي؟ النقلة في المستوى، انا كنت نازل بقى على اني بطل الدولة هناك، فمتخيل ان انا بطل الدوله واصلا مش مستوعب فكره النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي مش عارف، مش مستوعب الفكره يعني، هو النادي الاهلي واشتركنا فيه وكده. فدخلت التمرين على اساس ان انا بقى بطل وكده جمهوريه ولا بطل الدوله وكده، ففي التمرين على اساس ان احنا نشوف المستوى وكده. فطبعا لقيت المستوى يعني بعيد يعني، او في طريقه مختلفه خالص يعني. فكانت طبعا دي اول صدمه. هنا كان المستوى اعلى من اعلى بكتير طبعا. تاني صدمة بقى في الموضوع ده، انه يعني قرار من الاداره الجهاز الفني وقتها وكده، ان انت كنت انا حزام اسود جاي من الامارات، حزام اسود، انت هتنزل تتمرن مع الحزام الاخضر. دي بالنسبه لنا كبيره جدا، دي يعني عيبه يعني، عيبه كبيره جدا اللي هو. فانا لو كنت واخدها بالكونسبت ده كان ممكن ابطل برضه، لكن انا خدتها بمنطلق انه اكيد الناس دي امينه عليا، او اكيد الناس دي عايزين يبقى كويس، عايزين. انا اتعلمت من لعبتي، علمتك ان المدرب ده يعني ليه كلامه يحترم، مصدق ومقدس. فتمام. بعدين انت لما بتكبر تقدر تستوعب ان ده كان ممكن يبقى السبب ان انت تبطل. في ناس كتيره كان ممكن يبقى رد فعلهم مختلف في حاجه زي كده. الحاجه الثانيه كمان والمهمه اللي دايما بقولها لاولياء الامور، انه اهلي عمرهم ما اتدخلوا، لان اوقات كتير جدا اولياء الامور في التدخل دي مشكله كبيره قوي عندنا لاولادهم، وطبعا بيبقى عايز يجيب لابنه حته من السماء، بس اوقات بيبقى بيضره من غير ما يحس. هو بيبقى فاكر ان هو بيفيده، مع ان هو بيحط عليه بريشر ممكن يضيع له مستقبله كله. وانا بقول لك يا حموده، انا شوف انا الحمد لله ربنا كرمني ببطولات العالم وكابتن منتخب مصر والنادي الاهلي، وبقول لك انا امكانياتي وموهبتي، انا مش موهوب لكن انا بشتغل على نفسي كتير. كان في ناس احسن مني بكتير في النادي وفي المنتخب، ما ربنا ما وفقهمش بالنتائج بسبب من الاسباب، وطبعا في اسباب كتير طبعا بعد توفيق ربنا، ان تدخل ولي الامر. انا اهلي عمرهم ما اتدخلوا، هو والدي يوم ما دخلني قدم لي في النادي وبس، ما حصلش تاني. وسابك انت بقى، خدت طريقك لوحدك. طريقي لوحدي. بقيت انا كل اهدافي بقت كلها بسيطه يعني، خطوه خطوه. برضو دي درس بقوله دايما لاولياء الامور، انك ما ينفعش ابنك يبقى انت هو تصور مع مهند بطل عالم، فما ينفعش هو عنده 10 11 سنه 12 سنه تقول له انا عايزك زي مهند بطل عالم.
دي بتخلص عليهم. دي مشكله كبيره. لا لازم تاخده ستيب باي ستيب. فانا كانت احلامي برضو بسيطه، انا كان كل حلمي ان انا اقول للمدرب بتاعي في الامارات ان انا ايه، دي الصدمه الثالثه بقى، ان انا لما جيت قدمت في الاتحاد بقى، الاتحاد المصري غير النادي الاهلي نزلني حزام اخضر، والاتحاد المصري قال لي احنا مش هنعتمد الحزام الاسود بتاعك، فانت لازم تمتحن حزام اسود تاني. ده بالنسبه لنا برضو كانت حاجه كبيره جدا. الحزام الاسود ده انت لما بتاخده بتحس ان ده انجاز كبير جدا. فان انت تيجي تقول لي ان انا مش معتمد او مش معترف بيه كانت بالنسبه لي كبير. فاحلامي خدتها واحده واحده كده. اول حاجه ان انا عايز اقول للمدرب بتاعي في الامارات ان انا خدت الحزام الاسود او اعتمد في مصر. بعدين انت كنت مرتبط بيه يعني، كانت علاقتك بيه جدا مرتبط برضه علاقه يعني موضوع علاقه اللاعب بالمدرب بتاعه دي جدا بتبقى حاجه يعني. وعندي صور ليه وانا حزام اصفر وكده، وهو ربنا يديله الصحه يعني، كابتن عادل سلامه ومدرب مصري عايش هناك، رجع بس السنه دي. يعني لا ليا ذكريات معاك جميله جدا يعني. جينا بعد كده زي ما قلت لك احلامي انها تطلع واحده واحده، يعني انه بعد كده بقيت عايز اكلمه عشان اقول له ان انا جبت ميداليه في بطوله الجمهوريه. بالمناسبه انا قعدت لحد بقى كام في النادي الاهلي بقى لحد 18 او 19 سنه ما بجيبش ولا ميداليه خالص في البطولات. انا كنت عايز اسالك لما رجعت بقى كان مستواك ايه في البطولات؟ كنت بتشارك في البطولات؟ لا برضو يعني كنت بتتمرن بس. ربنا مع وفقني انك كنت بتلعب بطولات هناك جدا. ما ربنا وفقني بمدربي ده بقى كابتن خالد فضل، مدربي في النادي. كنت اسالك عليه، انا عارف ان برضو علاقتك بيه جدا. ده علاقتي بيه اخويه يعني. ده اللي احتضنني جدا في مصر، خصوصا بعد النقله انك تيجي من الخليج لمصر. دي بتبقى نقله صعبه جدا على ناس كتير من اللي عايشين في الخليج هيفهموا قصدي يعني. يا اما بتبقى منطوي، يا اما بتنحرف، يا اما كذا. فدايما اقول ان يعني النادي الاهلي لمني، فاهم؟ انه هو كان كابتن خالد دايما يقول لي ايه، اعمل اللي تعمله، عايز تلعب كوره في الشارع، عايز تعمل كده، بس ما تفوتش التمرين. فكانت ليه بقى هو من اليومين 3 اللي بيشوفني فيهم في النادي بيقدر يعرف انا اخباري ايه. الرياضه بتبعد مشاكل كتير قوي، بالذات الالعاب الفرديه عموما يعني، لان بيبقى تمرين قوي وكتير جدا، فبيبعد الولاد عن مشاكل كتيره ممكن يتعرضوا لها في سن الصغير ده. بالظبط. يكفي اقول لك، والناس دي برضه ما بتصدقهاش اولياء الامور حاليا في السن ده، انا عمري ما اتمرنت برايفت. انا جبت بطوله العالم، اول بطوله العالم والله تخيل، عمري يعني خدت بطوله العالم اول مره في 2005 من غير برايفت ولا مره في تمرين النادي. بس بقى كسبت بطوله الجمهوريه، وبعدين دخلت المنتخب تمرين المنتخب بس، وما كانش في معسكرات في المنتخب، برجع النادي. عمري ما الاهالي دلوقتي عايز اقول لك يعني موضوع المدربين ده يعني بيحصل خناقه جامده على المدربين طبعا. يعني انت ما كلفتش اهلك اي حاجه خالص، ما كلفتش اي خالص. دخلت النادي، اتمرنت تمرين النادي بس انا يعني القصه دي بصراحه بالنسبه لي، انت عارف انا يعني انا قعدت مع ناس كتيره مركزين في القطاع ده مع انا مركز مع بالذات في الالعاب لا وعندي وعندي علاقات بابطال كتير بس بيتهيألي ان يعني صناعه البطل دي دلوقتي بقت بتحتاج طبعا. الزمن اختلف، ما اقدرش اقول اللي يسرع ممكن يكون دي كانت يعني بس هو الفكره في ايه، ان انت بس عالميا وقتها كان في ناس زمايلي بيتمرنوا برايفت. لا انا مآمن بالمدرب، مسلم له نفسي، وهو مبسوط بان انا مسلم نفسي. فكان بغصب عنك بيجبرك، انت بتجبره ان هو يطلع لك كل حاجه. فحصل كيمياء، فما كنتش محتاج ان انت مش محتاج حد تاني. عملنا بقى مشوار كبير جدا، بس قعدت سنين. اول حاجه قالها لي انت هتقعد سنه ونص ما تلعبش بطولات خالص. دي اول حاجه ايجابيه عملها معايا، انه هداني من حته ان انا مشارك في بطولات. انا ممكن اشارك في بطوله اتحرق، اتضرب، فاهم ازاي، ابطل. فدي كان ذكي فيها جدا جدا. الحاجه الثانيه والمهمه ان اول بطوله لعبها لي كانت بطوله للجماعي مش للفردي. انت عارف الكاراتيه في ناس كتير ما تعرفش اللعبه دي، ما تعرفش القصه دي. مسابقات احنا عندنا مسابقات فردي وجماعي. فانت لما بتنزل في مسابقات الجماعي اللي هو باسم النادي الاهلي مثلا، بنلعب في الدوري، بينزل 5 لعيبه قصاد 5 لعيبه. برضو دي حاجه من الحاجات الجميله اللي الكاراتيه ناس كتير ما تعرفهاش. فانا عملت ايه، هو عمل ايه، اتدريت. لا اتدريت وسطيهم، فاهم؟ انت خباك وسطهم عشان ما تتخطفش، ما تحسش. انت عارف في الفردي انت واقف على البساط بطولك. فدي كانت من الحاجات الذكيه جدا جدا اللي انا حسيتها برضو وفهمتها، عشان يديلك ثقه، عشان يديني ثقه واحده ان انا مش قلقان. يعني زميلي اللي بتمرن معاه كتف في كتف واقف جنبي على يميني وعلى شمالي، فاهم؟ لو لا قدر الله دي اوف ده يشيلك، مش مشكله، حد يشيل يعني. ممكن العب في الاوائل نمره 1 نمره 2، بحيث لا قدر الله وقعت زمايلي يشيلوني، يلعبني نمره 2 عشان في واحد قبلي وواحد بعدي وهكذا.
بس ده بيبين ان يعني المدربين كانوا بيفكروا في نفسيه جداً. اللعيبه، فاهمين انه ممكن لعيب يعني يبقى مستواه كويس بس هو تحصل له حاجه نفسيه ازاي تخليه تتعامل معاه بالظبط. دي نقطه مهمه جدا. دلوقتي الولاد بيترموا على كان المدرب هو المدرب ده كابتن خالد فضل، هو المدرب الفني وهو المنتال كوتش وهو مدرب الفتنس وهو كل حاجه، هو الاداري اللي بيدير لك حياتك، فاهم؟ انت ما في الملعب انت عايز تلعب وتكسب بس. فطبعا الكونسبت اختلف، الدنيا خلاص ما بقتش زي الاول بس دلوقتي، يعني والتخصص ماشي اكيد. بس برضو انت اصل يعني انا كنت ممكن يعني افهم الموضوع لو انت بتتكلم على المستوى المحلي، انما انت خدت بطولات دوليه فانت طلعت المستوى اعلى مستوى. بص احنا كل ما هنيجي الستيب هحكي لك، يعني هفتكر صعوبات انا اصلا كنت ناسيها، يعني انا بفتكرها كده الموضوع ده ليه؟ لانه في ناس كتيره زي ما انت قلت يعني بيحبوا يعلقوا شماعات وفاكره ان الامور بالسهل، او ان انت مثلا ظروفنا مختلفه، او ان احنا بنعاني معاناه، احنا في ظلم بيبقى فنيا كويس جدا بس هو دماغه هي اللي بيفكر في حاجات بيفكر غلط، او اولياء الامور بيفكروا غلط. عاجبني البيلد اب اللي احنا بنعمله ده. عملت بعد كده قعدت لحد سن 18 سنه ما اجيبش ولا بطوله، ما اجيبش ولا ميداليه خالص، ما لعبش بطولات وما اجيبش ميداليات خالص. فانك تلعب بطوله الجمهوريه اول سنه وانت عندك 18 سنه، انت عارف البطولات في مصر بتبتدي بدري من سن 9 سنين وقتها و10 سنين، فابطال الجمهوريه دول بيطلعوا مع بعض عارفين بعض كل سنه مع بعض، عندهم هيستوري مع بعض. فيجي واحد كده من بره خالص كده يلعب بطوله الجمهوريه 18 سنه، كنت 18 سنه وجبت ذهب. بس دي ممكن تكون على فكره في مصلحتك، مش يعني لانه ساعات الهيستوري دي ما بتبقاش، يعني ساعات في لعيبه بيبقوا لعبوا مع بعض كتير بيبقوا عندهم يعني عارف علاقه نفسيه كده يعني ففكره ان انت تبقى بتلعب معاهم لاول مره بالنسبه لك بتشيل حاجز نفسي كبير يعني. هي بتشيل حاجز نفسي، بس انا بقول لك من ناحيه مثلا الحكام اللي عارفين وشوش اللعيبه، فهم عارفين ابطال الميزان دول مين وابطال الميزان اللي داخلين. وبعدين السنه دي كانت سنه دخول بقى منتخب، فدخول المنتخب الناشئين والشباب يعني. فدي كانت برضو اول، لما بقول للناس ان انا اول ميداليه جبتها كانت 18 سنه برضو ما بيصدقوش لما بيجي يقول لي مثلا انا ابني وبيتمرن وما بيحققش ميداليات وبتاع. دايما بيقول ولي الامر الميداليه مش هي المقياس، المقياس انا ابني كان بيعرف يعمل ايه او ما كانش بيعرف يعمل ايه وبقى يعرف يعمل ايه في خلال الموسم. فاهم قصدي؟ بيتقدم ولا لا؟ بيتقدم ولا لا. يبقى طالما بيتقدم يبقى انت ماشي صح، ما تستناش الميداليه دلوقتي، اصبر عليها. نفس الكلام بقوله للمدربين، المدربين بتستعجل وعايزه نتائج، فبتخلي الولد يشتغل الشغل السهل اللي يجيب له من النتائج عشان هو بيتحاسب بالنتائج، وده برضو غلط. او ولي الامر ضاغط على المدرب وده غلط. قصص كبيره يعني. في ولاد بيتحرقوا من كتر ما يعني يقول لك كتر الضغط عليهم، كتر الضغط عليه بقى الولد كويس قوي وبيجي عند سن معين خلاص ما بيبقاش قادر. بنقول عم بيعمل زي البالونه وهو صغير 12 13 14 خطير، ونقول لك ده لعيب اولمبي، ده لما يكبر هيبقى اولمبي. بعد السن البلوغ تلاقيه مش موجود صح. من الضغط عليه. بس مرينا بقى بتجارب كتير في المنتخب بقى، قصص ان انت يعني الناس مش مستوعبه ان انت ممكن تبقى داخل بتصفي، والمفروض اللي يكسب هيسافر، والباسبورات بتاعت اللعيبه اللي مسافره اتبعتت والتاشيرات طلعت وبتاع، فاهم؟ احباطات، كميات احباطات رهيبه مرينا بيها. كانت الرياضه برضه على وقتنا ما كانتش تحت الحي السبوت المظبوط الالعاب الشهيده، العاب شهيده طبعا كان بيطلق علينا الشهير يعني. فمرينا بمواقف من دي صعبه جدا يعني. فتاني انك تثابر والمثابره والاصرار، وان انت تبقى عايز تكمل وعايز تنجح وعايز كان بالنسبه لي الرياضه هو المكان اللي بلاقي فيه نفسي، لان انا في الشارع بلعب زينا زي كلنا زي بعض، في المدرسه طبعا حاجه ممكن يبقى فيها تميز طبعا كلهم زي، انما كنت بحس ان هي دي اللي بلاقي نفسي فيها، او هي دي اللي ممكن تخليني تديني بس فرص. انت بتقول لي دلوقتي التحديات والمشاكل انت انا يعني اللي انا عرفته ان انت تقريبا حصلت على 50 ميداليه دوليه تقريبا اكتر. وبس لما شفت الميداليات اللي هي على مستوى الفرق لقيتها اقل بكتير. فهل ده كان مثلا يعني فكره انك بتلعب باسم منتخب مصر دي كانت حاجه بالنسبه لك يعني بيبقى فيها تركيز اكتر، ولا لانه كان انت كنت في المنتخب فكنت دايما في المنتخب فكان في بطولات كتيره مثلا ممكن ما تشتركش معاها فيها من نادي، ولا يعني ايه اللي خلى في فرق كبير قوي ما بين الانجازات اللي على مستوى الدولي وما بين انجازات النادي؟ يبقى انت قصدك على المستوى الجماعي للنادي في الدوري. لا طبعا انا دايما بقول برضو الجمله دي، بقول انا يعني ربنا كرمني ب6 ميداليات في بطوله العالم على المستوى الفردي، عمري ما جبت ميداليه في الدوري باسم النادي الاهلي. ليه بقى؟ لان احنا عندنا في النادي لعبه الكاراتيه للاعضاء بس.
وبالتالي الفريق اللي بيتكون عشان ينزل ينافس في الدوري هم من ولاد الناس، مش اقوى حاجه، ما بقاش كلهم اقوى حاجه. كده معظمنا بنركز في الدراسه وبيركزوا في مستقبلهم او في الشغل او كده، يعني ما فيش عضويه رياضيه على فكره. ودي كانت من المميزات اللي خلتني انا اظهر. انا السنه اللي انا جيت فيها سنه 98 النادي الاهلي هي السنه اللي مجلس الاداره خد قرار ان يلغي العضويه الرياضيه في الكاراتيه. فعملوا ايه بقى؟ ايه اللي خلانا ابتدوا يدوروا علينا، شوف لي حد اي حد يعمل فوق السن ينفع نلعب باي. كان المفروض بتسجل 10، كنا بنتسجل 6 و7 عشان نلعب. لولا كده ما كانوش دوروا عليا وانا بتمرن في مدينه نصر، في يعني تحت المدرج في نادي مدينه نصر. في مدينه نصر طبعا. فدي من الحاجات اللي ايه نشفتك، لان انت اتفرمت في الدوري وتحط عليك مسؤوليه، ماتشات الفرق بتدي مسؤوليه وانت كبير صح وانت صغير. فلما جيت بعد كده دخلت بقى المنتخب فرقت معايا جدا ان انا بقيت العب. يعني انا لعبت في الدرجه الاولى في الدوري وفي البطولات الجمهوريه للنادي الاهلي قبل ما يجي سني، يعني في بطوله العالم للشباب. لعبت درجه اولى وبعدين جم قالوا عملوا بطوله العالم للشباب، فكان سني شباب ساعتها كان 20 سنه. فلقيت سني تقفل الحاجات اللي طبعا ثقه اداني ان انا بقول لنفسي انا بلعب مع مستويات كبيره، فليه لا؟ هو ده بقى السؤال المهم، ان هو كنا بنقول لنفسنا احنا الجيل بتاعنا ده ليه لا؟ ليه ما نجيبش ميداليه في بطوله العالم؟ لان طول عمرنا كان في حاجز نفسي من الاجيال اللي قبلينا ان احنا بنروح لبطوله العالم تمثيل مشرف ونرجع. انا كان دايما عندي الحته دي، طب ليه؟ يعني ليه؟ ايوه فاهم. كان عندنا صدق امكانياتك بالظبط يعني. كان عندنا برضو عقده الخواجه رهيبه، يعني ان احنا نلاقي حد دي لسه لحد دلوقتي فيها العاب كتيره فيها الموضوع ده. بس انتوا فتحتوا يعني بالتالي الجيل بتاعكم ده اول جيل فتح، احنا اول جيل ربنا كرمنا بميداليات في بطوله العالم، التمثيل الدولي والبطولات الميداليات. طب احكي لي بقى شويه كده عن الميداليات، يعني عن الانجازات الدوليه. انت مثلا انا اعرف ان انت اخدت بطوله الناشئين، بطوله عالم الناشئين للشباب اول ميداليه لمصر في بطوله العالم للشباب، خدت برونزيه، ميداليه برونزيه. ودي كان ليها حكايه برضو يعني بالنسبه لي ملهمه يعني او مؤثره لي انا، لان كانت في واحده منهم كان عندك اصابه ورجعت. دي ما كانش فيها اصابه لكن كنت بلعب اول مباراه، فطبعا مشحون جدا ان انا عايز اجيب ميداليه. فالموضوع ده ضغطني جدا واثر على ادائي في الملعب، لدرجه ان انت ممكن تشوفني في الملعب تحس ان انا مش بتمرن. كتكنيك يعني كفتنس وتكنيك واللياقه وبتاع ازاي يعني. وخسرت اسوأ خساره ممكن اخسرها في حياتي، ده في السيمي فاينل، في الماتش، في اول ماتش 10-1. يعني انت ابتديت البطوله بخساره 10-1 خلاص. طبعا كارثه يعني، انك حلمك كله خلص في ماتش واحد بلعبه، هو زميلي طبعا صاحبي دلوقتي من اسكتلندا. 10-1 السكور ده انا عمري ما خسرته في حياتي بعد كده. لكن عايز اوريك او عايز اقول للناس ان الضغط العصبي بيعمل فيك ايه. انت مش متخيل هو ممكن يعمل فيك ايه. ما بتفكش الا بعد ما بتخسر، وما بتبقاش عارف انك وحش الا بعد الماتش ما بيخلص. بتكتشف ان انت كنت بره الموضوع خالص، ممكن تفكيرك يتشل. بالظبط طبعا. عندنا ايه في القانون بقى، ان انت اللاعب اللي بيوصل فاينل كل اللي هو كسبهم على مدار البطوله كلها بيلعبوا بعض، واللي بيكسب بياخد البرونز وراه. فاحنا عندنا واحد بياخد ذهب وواحد بياخد فضه واثنين بياخدوا برونز. من الشجرتين. الاثنين اللي وصلوا فاينل، كل اللي وصل فاينل بيلعبوا بعض، وكل اللي وصل فاينل بيلعبوا بعض، ده بياخد برونز وده بياخد برونز. فانا مطلوب مني بعد هو ما وصل فاينل بقى، انا كنتش متخيل اصلا ان هو هيوصل فاينل. يعني ان انا فضلت قاعد تحت اعيط، مش متخيل وهي نوك اوت. نوك اوت طبعا. يعني انت خسرت خلاص كده. لو هو ما وصلش الفاينل انا ما عنديش فرصه العب تاني، اروح. فبقى طول الوقت بتمنى ان هو يوصل، وعندي شك انه يوصل، وقصص مشاعر كبيره. طبعا كل الناس اللي حواليك مش موجوده، كطبيعتنا برضو ان وقت الخساره انت مش موجود. تمام. باستثناء كان ساعتها المدير الفني دكتور ايمن عبد الحميد، طبعا حاجه ما انساش موقفه معايا ابدا. يعني ان هو انا قاعد على الارض طبعا بعيط، هو قاعد جنبي وطبطب عليا وانت عملت اللي عليك وبتاع. وكان قبلها بيومين لعبنا الجماعي باسم منتخب مصر في بطوله العالم، فده برضو ارهقني جدا. وجبنا 5 عالم كاول انجاز ان احنا نجيب، بس ما جبناش ميداليه يعني. وانت بقى بتستنى لحد لما هو يوصل فاينل، بعد كده تبتدي المشوار تاني نفس اليوم. فانت مثلا مطالب ان انت تكسب 4-5 ماتشات ورا بعض، وبعدين ايه هم بياخدوا ايه، اول 2 خسروا، اللي بيكسب بيكمل، مين اخر واحد بيستنانا؟ اخر واحد خسر في السيمي فاينل. يعني اللي خسر في السيمي فاينل ده مستني المشوار ده كله عشان يلعب معانا، عشان لو كسب ياخد برونز. فانا جاي له من 4 ماتشات من ورا، وهو اصلا وصل سيمي فاينل. فهو وصل طبعا، وصل سيمي فاينل ومستنيكم مريح. فاهم.
انا ما لقيتش قدامي غير ان انا بلبس الواقي والاوقيه وواقف على الملعب بقول انا مش هتحرك. بس حسيت ان زي سلاسل اتفكت بعد الخساره بقى، لان انا كنت خايف من الخساره فخسرت. بعد ما خلاص مفيش حاجه تخسرها، مفيش حاجه تبكي عليها، صح. وجات لك الفرصه تاني. والبساط شاء عليه القدير يا حموده، البطوله كلها تخلص، كل الموازين وما بقاش فاضل الميزان ده، فربنا يعوضك خير بالناس اللي شافتك وانت بتخسر 10-1 قدام الناس كلها بتفرج. ما بيتفرجوش على الماتشات دي، ماتش البساط ده بس مين اللي هياخد برونز في الميداليه دي. لبست الاوقيه وواقف على البساط، مشوار بقى اكسب ماتش، يقولوا لي اخرج ريح، بريح مده الماتش كانت 3 دقائق او دقيقتين حاجه زي كده او 3 دقائق، ما بخرجش، انا قاعد بقعد القعده بتاعتنا بتاعت التحيه بتاعتنا دي وقاعد، ما مش اللي هو بوصل نفسي احساس ان انا مش هطلع من هنا لما اجيب ميداليه. والماتش الثاني والثالث والرابع خدت القرار. اخر ماتش بقى مع انجلترا، والولد غير ان هو جامد جدا، مدربه من اساطير اللعبه، وكان قبلها بشهرين 3 بيدي دوره سنتها 2005 بيدي دوره عندنا في مصر. فواين اوتو ده انه بيدي دوره في مصر كان بالنسبه لنا حلم ان احنا نتصور معاه. بس فلما تخيل الراجل ده بقى مع اللعيبه اللي انت رعب رعب. مش كده بقول لك المواقف اللي احنا مرينا بيها على قد ما ضغطتك على قد ما جمدتك. بس نقطه برضو اللي انا عايز اقول لك عليها اللي هو فكره الالعاب اللعبه الفرديه ان انت واقف لوحدك. فهو يعني لو داي اوف، لو مش مركز، لو في شويه بريشر مفيش حد هيشيلك، كل حاجه بتخسر. عشان كده انا دايما بقول الناس اللي بتحقق في الالعاب الفرديه دول طبيعه مختلف، لازم يكون شخصيته كمان يعني يكون عنده شخصيه يعني مش هيكسب غير لما يكون شخصيته مظبوطه، لانه بيمر بكل المواقف، اللي هيمر بكل المواقف وكل المشاكل، ان هو يقدر بقى يعدي كل المشاكل دي بالزبط. والضغط ده والضغط النفسي وكل البريشر اللي بقى موجود عليه ويكسب. فقصدي يعني ان انا يعني فاهم قوي فكره ان واحد يبقى يعني بطل في لعبه من الالعاب الفرديه، بالذات لو بطل دولي. الموضوع ده بياخد مجهود كبير جدا، الناس لحد دلوقتي في مصر مش فاهمه. لا انا عايز اقول لك، انت خليتني افتكر مواضيع كتير من الصعوبات اللي عشان الواحد دلوقتي في صعوبات تانية خالص اذا كان في مجلس الاداره، بس الصعوبات اللي مرينا بيها كلاعب انا بفتكرها دلوقتي. اوقات بتقول انت ما بتعرفش عديت منها ازاي، هو كله توفيق ربنا. يعني انت لما توصل لمرحله مثلا يا حموده انه يعني احنا مثلا جالنا في سنه 2008 مجموعه من الخبراء والعلماء وكده قالوا ان احنا هنعمل تحليل. بص بقى الحته العلميه دي لانها بقى يشتغل عليها دلوقتي، تحليل للدي ان ايه للمنتخب، ونحلل الجينات بتاعت اللعيبه كلها والالياف البيضاء والالياف الحمراء، وكان ساعتها بقى الكلام ده في 2009 8 حاجه بقى، ونشوف مين من اللعيبه دي المفروض يعني هي دي لعبته، وان هو مؤهل وان هو قوي، يعني صفاته تنفع للعبه دي، لان كل لعبه عايزه مواصفات مختلفه. تمام. وبنستعد لبطوله العالم 2008. ده كان ساعتها عندك كام سنه؟ كان ساعتها 2008 كام 2008 23 24 سنه مثلا. بتلعب فريق اول يعني. خلاص بقى انت اتودكت بقى، خدت بطوله العالم 2005 2006 وانا عندي 21 سنه، لعبت بطوله العالم كبار على طول. انا والجيل بتاعي عمل الحمد لله ربنا كرمنا بنقله لمصر على مستوى ميداليات بطوله العالم للكبار بقى، اللي هو يعني يكفي اقول لك ان احنا لما جبت ميداليه في بطوله العالم للشباب 2005 الناس كانت بتشكك، تقول لك لا اصل دي بطوله عالم شباب، يعني دي شباب، يعني فاهم، يعني بتقلل من انجازك، فتيجي انت بتشك في نفسك، معقول يعني ده مش انجاز؟ طيب نحاول بقى، فاهم. ف 2006 بقى بطوله العالم الكبار اللي هي اساسا كان الابطال اللي بيلعبوا فيها كنا احنا بنجيب الشرايط الفيديو والسي ديز بتاعتهم نتفرج عليها عشان ننبهر، بس عشان نرجع تاني يوم في المنتخب نقول لبعض انا شفت سيدهايه لفلان وعمل تكنيك فلان ونحاول نقلده. مشاهير اللعبه بقى يعني. بس انك توصل نهائي بطوله العالم ده كان برضو انجاز. واول ماتش اول بطوله في اول بطوله للكبار 2006 اول بطوله الكبار لعبتها وصلت فاينل. واول ماتش مع بطل العالم من ايطاليا حاجه اسطوريه، اللي هو انت نازل يا مهند شد حيلك ربنا يكرمك ان شاء الله تعمل حاجه كويسه، بس كلنا عارفين ان مهند هيخسر، انا وبقيت زمايلي. فبرضه اول ماتش كسبته ولقيت الدنيا بقى تاخد ثقه لان انت كسبت بطل العالم اول ماتش، انك تقابل بعض. هو احنا مش مصنفين او هو مصنف انا مش مصنف، فطبيعي انه يقابلني اول ماتش. وصلت الفاينل
خدت سكته بقى. هو خد دي ورايا بقى. انا اللي وصلت الفاينل وهو خد برونز بعدي. اوكي. لما نزلنا بالنهائي كان الاثنين جايبين برونز من فرنسا وايطاليا اللي هم الاثنين مصنفين. خسروا من مين بقى؟ من مهند مصر ومن لاعب من دوله اسمها استونيا ما جابتش الميداليه دي، يعني ما جابتش تاني الميداليه غير الذهبيه بطوله العالم دي. بس برضو اوري لك برضو كرم ربنا، انه انا لما وصلت نهائي بطوله العالم وانا عندي 21 سنه ده كان كرم كبير من ربنا. انا جبت ميداليه فضيه اكيد. والراجل بتاع استونيا ده جاب، طبعا هو كسب في النهائي وجاب ميداليه ذهبيه. لما جه يتكلم معايا هو سأل سنك كام؟ قلت له عندي 21 سنه. عنده هو كام سنه؟ 31 سنه. 10 سنين بيلعب بطوله العالم. بطوله العالم تلعب كل سنتين. اول مره في حياته يوصل فاينل. تلعب كل سنتين، يعني لعب 5 بطولات عالم. اول مره يوصل فاينل. برضو اداني درس في ان انت يعني بتتعب هتلاقي. شوف سبحان الله، يعني يمكن هي اتاخرت وانت صغير بس جات لك بدري شويه لما كبرت. جات لي انا بدري وانا عندي 21 سنه وجات له وهو عنده 31. لا انا قصدي ان وانت لسه في الناشئين قعدت فتره طويله ورجعت مصر. طبعا واتاخرت شويه البطولات. اتاخرت كتير بالظبط. كنت ممكن تيأس وتبطل. لا انا بصراحه بفتكر معاك دلوقتي مواقف، يعني بقول لك في 2007 بقى ارجع لك للقصه دي لما جم بقى خدوا مننا تحليلات العينات الدي ان اي وبتاع بنستعد لبطوله العالم 2008. بطوله العالم كل سنتين. قالوا لك انت قالوا اللعيب الوحيد اللي ما ينفعش يلعب كاراتيه معانا. لا متخيل والله العظيم بجد اللعيب الوحيد اللي ما ينفعش. واخد بطوله عالم. قالوا له هم ردوا عليهم بقى المدربين وكده، يا جماعه ده جايب بطوله عالم 2005 و2006. ردوا قالوا ايه؟ لو لعب اي لعبه تانية كان هيتميز فيها قد كده 100 مره. هم في الاول داروا عليا ان احنا كنا عندنا بطوله عالم وبتاع، بس في الاخر عرفت يعني. هو يعني هقول لك ايه، هم كانوا متخيلين ان انا هزعل. لقوا ان انا يعني هديت، لان التحليل اللي اتعمل ده رد على اسئله كتير جوايا. ان انا فعلا مش هتصدق لو قلت لك ان انا طول عمري طول الوقت بحس ان اللعبه مش لعبتك بجد والله. مش لعبتي يعني مش لعبتي. بحس ان انا يعني انا اشوف ربنا عوضني فيها خير ازاي. عشان كده بقول للناس انت هتتعب هتلاقي، حتى لو انت مش حتتك بس هتتعب هتلاقي. مش موهبه بس مش موهبه بس موهبه. لكن انا كنت بحس ان انا بعمل مجهود. فهمت انا ليه بقى كنت بعمل مجهود دبل وتريبل زمايلي عشان افضل محافظ على مستواي. بس ده درس، ده دليل على انه اي حد يقدر يعمل اي حاجه. طبعا البطل حته البطل بيتولد، لا البطل بيتصنع. هي في ناس تبقى عندها موهبه بس بنسب طبعا. وفي ناس عندها مجهود بالظبط، وفي ناس ما عندهاش موهبه خالص بس بالزبط. عندها القدره ان هي تعمل المجهود بالظبط. ما دي موهبه برضه بالظبط. خلي بالك الانضباط وانك انت تفضل مش كل الناس تعرف تعمل كده يعني. وعلى فكره اغلب الناس اللي بتبقى موهبتهم كبيره قوي بيبقى عندهم مشكله في الديسبلين. كسلين بتلاقيه يعني عارف انه هيقدر يجيب بسرعه، هو هيقدر يوصل بسرعه، هيقدر يرجع لمستواه بسرعه. فلو مش محطوط، لو ما عندوش حته الانضباط والالتزام لكن لو عنده لا طبعا هيعمل نتائج خارقه عن انا متفق معاك 100%. وكنت دايما بتضايق كمان انه في مصطلحات احنا كده، مثلا يقول لك مثلا اللعيب ده ما عندوش شخصية البطل، او اللعيب ده ما لعيب تمرين. عارف انت المصطلحات اللي احنا بنقولها يعني. في ناس بتقولها كده بتكسر في اللعيب. ايوه مفيش حاجه اسمها كده. اي حد ممكن يعمل اي حاجه، هو بس محتاج يشتغل على نفسه صح. برافو عليك. يعني كلنا على فكره مرينا بالمراحل دي. يعني انا مريت بفترات اللي هو ايه، انت وانت بتدي كويس في التمرين، انت ليه في البطوله كده؟ عشان عندي لسه مشكله ستريس وقلق فبتشتغل عليها. لكن فعلا لو اتحطيت في القالب بتاع ده لعيب تمرين خلص. والامثله على اللعيبه اللي هي الموهوبه واللي بتشتغل على نفسها في مثلا في التنس زي نادال وفيدرر معروفه، زي ميسي ورونالدو معروفه. عارف معلومه ان فيدرر كان هيعتزل وهو عنده 19 سنه؟ لا قبل ما يعمل كل ده، لانه كان عنده مشكله وكان بيتعصب واشتغل على نفسه وجابوا له يعني ونفسيا لحد لما بقى اعظم لعيب في تاريخ التنس. مش كده بقول لك فعلا اشتغل على نفسك. في دروس كتير في الرياضه الناس يعني الاجيال الجديده اولياء الامور مش عارفينها. احنا برضو عندنا الجزء المنتال كوتشنج عموما في مصر احنا متاخرين فيه شويه. احنا بقى كاتحاد كاراتيه من اوائل المنتخبات اللي جابت الدكتور منتال للفريق فعلا. من الوقت اللي انت بتتكلم فيه ده كان فيه 2006 2008 وفرقت معانا جدا. التصور العقلي والانضباط في العاب كتيره قوي لحد دلوقتي ما لسه. احنا لما جيت بطوله العالم بقى 2010 انا فيجواليزيشن وتصور عقلي ده تصور عقلي يعني وازاي تتنفس وازاي الاكسجين بيفرق معاك. لما جيت 2008 وقالوا لنا بقى القصه دي، انا جبت في 2008 جبنا برونزيه في بطوله العالم الجماعي وجبت سابع في الفردي. بس دي كان ليها بقى ظروف مختلفه شويه، ليها علاقه بالنيوتريشن. ودي اللي خلتني
يعني انا كل جديد كنت بعمله ليا كان بنتيجه تجارب بقع فيها، فابتدي اقعد مع نفسي انا وقعت ليه. فلما في 2008 جبت سابع عالم، يعني بالنسبه لي بقى سابع عالم بقى انت كده وقعت، لان انا جبت تاني عالم وثالث عالم ومصر بقت مكانه، مع ان زمان كان السابع عالم ده بيرجع يقول ارض تهدم عليك يا قدي. انت بتقارن نفسك بقى خلاص. اسبابها كان ليها علاقه بالتغذيه. البطوله انا مش الناس اللي معايا مش مستوعبه اللي احنا كنا فيه، ان انت البطوله كانت في اليابان وكانت التغذيه سيئه جدا لان المطعم والاكل كان كله ياباني، فبالتالي احنا ما كناش بناكل كويس. فهم مش واخدين، انا مش كنتش واخد بالي من نفسي ان انا ما باكلش كويس. بدخل المطعم كل ما بدخل ما بعرفش اكل وبطلع، وعندي بطوله. فجيت في البطوله شاقه جدا بنلعبها على 4-5 ايام والجماعي قبل الفردي، فجيت ما قدرتش. فلما قعدت مع نفسي ايه اللي حصل كذا كذا، ابتديت اهتم بالتغذيه. فاهم؟ جوانب كتيره. ما هو انت يعني عشان تقدر تحقق كبيرة. لازم تعمل تغطي كل الجوانب دي بالظبط. بس جينا 2009 خسرت بطوله دوره العاب بحر المتوسط، كانت بالنسبه لي دي مهمه جدا. برضو ده بالنسبه لي من النقط الفارقه جدا. يعني 2009 دوره العاب بحر المتوسط، وانا نفسي اجيب في دوره الالعاب لسبب واحد بس، ان انا اساهم بميداليه في جدول الترتيب لمصر. دي دوره العاب وبتاع. طبعا كنا 5 لعيبه، ال4 التانيين جابوا ميداليات وانا الوحيد اللي ما جبتش ميداليه. ودي تعتبر يعني بالنسبه للكاراتيه هي دي الاولمبياد بتاعت الكاراتيه. احنا ما كناش دخلنا الاولمبياد ولا حاجه. طب انت بقى دلوقتي بعد بقى المشوار الطويل ده، انا اتفاجئت بموضوع ان انت بتقول ان انت كنت حاسس ان هي مش لعبتك. يعني مش لعبتي. يعني بحس ان انا بحب ان انا يعني لو لعبه جماعيه، لو انا لعبه هاندبول باسكت بول طبعا كوره ما اعرفش ايه، بلاقي نفسي وبنطلق. كنت انا كل يوم الكوره والبول. تعرف دلوقتي الولاد يعني في بلاد معينه بيعملوا تحليل الدي ان ايه دول للولاد الصغيرين، لازم تعمل بدري عشان الانتقاء. قول له انت تلعب هنا تلعب هنا تلعب مناسب للعبه دي او مش مناسب. عشان كده في كل حاجه جديده بتتقدم لنا في النادي او في المنتخب فيما يخص الاتجاه ده انا بروح معاها على طول، لان عارف انها كان ممكن تغير مسيره حياه بني ادم. بتقيس على اللي حصل معاك طبعا. طب انت بقى دلوقتي خلصت، يعني عملت طبعا التاريخ العظيم ده في الكاراتيه وبعدين دخلت بقى على مرحله جديده في حياتك. اولا طبعا بعيدا برضو عن ان انت برضو دكتور اسنان، فبرضه يعني في تفوق دراسي كمان. يعني انت مع كل اللي انت بتتكلم عليه ده انت كنت مركز في التعليم والحمد لله يعني ايه قدرت تبقى دكتور. فدي حاجه برضه من الحاجات اللي ايه مش سهل الناس تجمع الرياضه والتعليم في نفس الوقت. كمان كانت من القلائل الحمد لله. دلوقتي الحمد لله كتير دلوقتي لحد ما يعني في مجالات الرياضه كلها ناس بالنموذج ده، هم ناس ناجحين في طب بيعرفوا صيدله وبتاع وكمان رياضيين، فبقوا قدوه لناس كتير. يعني ممكن الاقي ناس كتير تيجي تقول انا دخلت اسنان عشان انت في اسنان. فاهم؟ وانا لما دخلت اسنان برضو دخلت حبا فيها يعني كمهنه، وفي نفس الوقت عشان اقدر اكمل في الرياضه بدل ما انا بالمناسبه جايب 99.5 في الثانويه العامه يعني ما شاء الله. وبرضو يعني برجع ممكن تدخل اي حاجه انت وبرضو بقول للناس انا ما كنتش من الطلبه اللي بتحب المذاكره، بس انا شيء يعني طالما مستقبلك حاجه ما بتحبهاش بتقفلها. ممكن حد بيحب المذاكره بس بقى هو مطلوب منك ان انت تعمل دي عشان تنجح، فخلاص هعملها بغض النظر ان انا انت عندك في شخصيتك ان انت لو قررت انك هتعمل حاجه هتعملها نوعا ايا كان. يعني في تحدي، فيها تحديات وصعوبات كتير ما بتستسلمش يعني. بس مش بتفرق معاك بتحبها بقى ولا بتحبهاش. حبيت بقى بعد كده الكاراتيه، فدخلت كمان الاسنان عشان اكمل في الكاراتيه، لان لقيت نفسي بقى لقيت نفسي كانت بالنسبه لي ان انا اسافر. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. السفر يا جماعه، السفر طبعا بيوسع المدارك وبيخلي دماغك تتفتح وبيخليك تتقبل الآخر وبيخليك مرن في تفكيرك وبيخلي منظورك للحياة وللدنيا أوسع 100%. السفر كون جزء كبير من شخصيتي. أنا لو كنت دكتور ما كنتش هكتسبه. الرياضة هي اللي خلتني أسافر، والسفر جوه مصر كمان قبل بره مصر. عمري ما كنت أتخيل إن أنا أروح السويس وأروح بورسعيد وألعب في إسماعيلية وأروح شبين الكوم وأروح الصعيد لو أنا ما كنتش بلعب رياضة. طب أنت لما بتروح تستفيد إيه؟ لا أنا مش بروح كده نايم أصحى ألعب روح، لا تشوف تحتك كل حاجه كبير مع ثقافات مختلفه، شخصيتك بتتكون بتتقبل كل الناس. تيجي بعد كده تسافر بره تلاقي نفسك بتتعامل دلوقتي برضو الاهالي بقوا مقفلين على اولادهم بشكل طبعا خايف من الخوف. يعني كل واحد يعني ماشي، بس برضو لازم الولاد يحتكوا بالمجتمع ويشوفوا الفئات المختلفه، ما يبقاش قاعد جوه الكومباوند بتاعه يعني قوقعه مقفول عليه. الرياضه هي اللي هتديله الحته دي اكتر من التعليم ده في رايي. طيب خلصت بقى انت المشوار ده وبعدين اتعرض عليك ان انت تدخل مجلس اداره النادي الاهلي. واللي انا عرفته ان انت اتعرض عليك انك تدخل مجلس اداره النادي الاهلي وكنت لسه ما اعتزلتش. ما اعتزلتش. يعني انت خدت قرار الاعتزال عشان
بعد لما خدت قرار انك هتدخل المجلس. بالظبط. كنا 2014 يعني مش سهله. طبعا يعني اصل قرار الاعتزال ده مش سهل، محدش يعني دايما الناس بتاخده براحتها وبتاخد وقتها، لانه مش سهل ان انت يعني بتبقى مش سهل. كانت صعب عليا جدا، والجيل بتاعنا كمان كان جيل متميز جدا. لحد دلوقتي الناس بتحكي عن الجيل كله ان احنا كانت النقله، فعملنا انجازات كبيره الحمد لله. شعبيه الاجيال الجايه اللي بعدينا عملتها وعدتها وكسرتها الحمد لله. بس البدايه، بس هي اجيال بتسلم زي بعض. مثلا في السكواش احمد براده ما كانش احسن بالزبط. مش احسن لعيب سكواش في تاريخ مصر، انما هو اكتر واحد مجهود والاسم اللي عمله ساعد اللي بعديه. بالظبط. فالاجيال دي بتبقى دايما بالظبط. طيب انت ازاي يعني أنا مشيت ازاي يعني؟ هو اكتشفت ان في ناس في النادي، انا طول الوقت بقى مش باصص غير لنفسي. اكتشفت ان في ناس في النادي واخده بالها مني وانا مش عارف، فاهم؟ واخده بالها من مهند اللي هو عنده انجازات، ما بيتكلمش كتير، موجود في مدينه نصر في صاله الكاراتيه، واوقات في الجزيره في تمرين الدرجه الاولى. يعني انت ما ساعدتش لما انت هم جولك خالص، جم قالوا لي احنا عايزينك. كان ساعتها قامه المهندس محمود طاهر. كنت انا في انتخابات كنت في 2014 بستعد لبطوله العالم. بطوله العالم كل سنتين في السنه اللي هي الزوجيه دي. فقلت خلاص مفيش مشكله، وقررت ان انا انزل الانتخابات، ولو نجحت هعتزل، ولو ما نجحتش ولا كأن حاجه حصلت وهرجع. مع ان عاده ده ما بيحصلش، انت لو نزلت الانتخابات لو ما وفقتش بتكون موجود بقى خلاص في العمل العام بقى، بيبقى ليك تواجد معين او ليك دور وخلاص. انا قلت لا، هرجع اللعب عادي يعني جدا. انت ما كنتش واخد قرار الاعتزال 100% خالص. انا قلت لو نجحت، لو جمعيه عموميه اتشرفت بثقتها ونجحت هكمل، خلاص هعتزل. وعايز اقول لك ان انا كنت بطلع من المعسكر بتاع المنتخب احضر الندوه الانتخابيه واكلم ونتكلم، نبقى كلنا مع بعض وبنتحرك وسط الاعضاء وكده، وبعد ما اخلص ارجع المعسكر، اطلع من المعسكر احضر الانتخابات وارجع المعسكر. فاهم ازاي؟ فبرضو عايز اقول ايه، كنت في قائمه المهندس محمود طاهر. هو ده برضو يعني رزق، ودايما اقول للناس الرزق مش كله فلوس. ويمكن انا على مدار مسيرتي ما كانش ليا نصيب كبير في موضوع الرعاة او المكافآت او كده، لاني انا بطبعي ما كنتش بطلب، وكنت شايف ان الناس المسؤوله عني المفروض هي اللي كانت تسعى لي. كان ممكن اشوف ناس في النادي في لعب تانية انت فرديه. في الوقت بتاعك ده كانت الالعاب الفرديه في مصر متدمره، يعني متدمره، بس كان في العاب فرديه ليها وضعها ونتائجها اقل من نتائجنا بكتير. بس كان في الناس اللي تتكلم لها وتزقها. ما كنتش فاهم الموضوع، انا كنت فاهم ان انا ليا دور في الملعب بس، وان الناس اللي مسؤوله عني هي اللي المفروض تقول. دي مشكله على فكره موجوده لحد دلوقتي طبعا. ان في اولاد كتيره بيبقوا فاهمين ان هو مجرد ان هو بيحقق السبونسر هيجيله. ايوه، لا، هي ليها شغل تاني، ليها ان انت تعمل يخدم عليك ويعرضك ويظهرك ويسوقك، لازم كده. مش لازم ده يبقى. دلوقتي كمان القطاع الخاص والشركات الخاصه ده هايل، كان على ايامنا. لكن كمان غير كده النادي لازم تتحرك. ما كانش ده ما كانش حاصل صراحه، ما كانش في الوقت ده. لكن واضح برضو تاني ارجع اقول للناس، انت ما كنتش بتتكلم، ويمكن فرص كتير جدا او حقوق كتير جدا كانت المفروض ليا ما خدتهاش. يوم ربنا عشان مطلع معوضك ياخدك من الملعب، تقلع بدله الكاراتيه تلبس بدله عضو مجلس الاداره. دي برضه في النادي الاهلي برضه، يعني النادي الاهلي ولعبه كاراتيه اللي هي مش من الالعاب الشهيده بقى وقتها بجد، اللي هي الناس كانت مستغربه اصلا. المصطلح ده غريب جدا. يعني انا مش عارف مين. الحمد لله ان هو اتنسى دلوقتي. ابتدوا يقولوا دلوقتي الالعاب الاخرى والالعاب الفرديه وكده. الحمد لله انتهت الالعاب الشهيده دي. فده رزق برضه ان انت تبقى. انا لما قررت ان انا اترشح، قررت ان اول قلت ايه. طب اتعرضت عليك ازاي؟ يعني مين عرض عليك؟ يعني قول لنا كده تفاصيل الموضوع ده. هو اللي بيسموها ايه، الحمله الانتخابيه بتاعه المهندس محمود طاهر. قالوا له في شاب كذا 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 في مدينه نصر بيلعب كاراتيه، وقطاع الكاراتيه في النادي الاهلي قطاع كبير جدا. احنا اكبر قطاع في النادي بعد السباحه، قطاع كبير جدا وكده. فهي مهم في الانتخابات، مهم في الانتخابات. فاقعد معاه وبتاع. فطبعا هو قال طب اقعد معاه، بس على اساس انه ياخد قرار يعني. والحمد لله وانا قاعد معاه قال انت معايا، قال لي انت معايا. فانا هو يعني هو سالني انت عايز تنزل ليه؟ فانا قلت له انا بقالي من 98 في النادي وبلعب وجبت بطولات عالم كذا 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 كذا، فحاسس ان انا عايز ادخل مجلس اداره اعمل للناس اللي انا كان نفسي يتعمل لي. انا كنت شايف ان كان ممكن يبقى وضعي افضل من كده بكتير، ان الناس تقدر النتائج. وانت اكتر واحد هتبقى حاسس بالناس دي، حاسه بايه؟ لان انت مريت بالظبط. فراح قال لي انا بقى بص عشان اوريك بقى ان انا مش دريان خالص ان الانتخابات اتعملت والباب الترشيح اتعمل
وانا لما رحت للباشمهندس محمود طاهر كان انا رحت له مثلا زي دلوقتي الساعه 8 بالليل، بكره اخر يوم في بيتقفل باب الترشيح، يعني باب الترشيح اصلا اتفتح. يعني خلاص، يعني انت ما كنتش لحقت كنت انا مش عارف اصلا ان في انتخابات، يعني مش في دماغي خالص. فهو جابني قال لي بقى ده انت لازم تعمل الفيش. قلت له طب حاضر، بس لازم تعمل الفيش جمله عابره كده. فجيت تاني يوم بيقول لي انت فين؟ كلمته قلت له انا موجود. قال لي عملت الفيش؟ قلت له لا هعمله بكره. قال لي بكره ايه ده؟ النهارده اخر يوم لقفل باب الترشيح. فاهم؟ فوريك ان انا ما كنتش مش مستوعب، ما كانش في دماغي خالص، مش مستوعب خالص القصه اللي انت فيها دي. فلو تفتكر برضو الناس، لو تفتكر لو رجعت بالتاريخ هيلاقوا ان كان في 4 تحت السن في الانتخابات دي، مع ان القايمه او بتاع 3. انا فاكر كان في بس ليه ما مثلا محمود عملها بقى وقتها، ما اعرفش بقى عشان انا كنت الرابع الاخير ولا ايه، ما خدني فبقينا 4 وقال ايه اللي الجمعيه العموميه تختار. ودي كانت برضو كانت غريبه جدا، كانت اول مره تحصل. هو المفروض بياخد 3 تحت السن، فان انت تعلن عن قائمتك 4 دي اصلا بتعمل لخبطه. يعني بتعمل لخبطه، تشويش شويه للجماعه. الحمد لله خدت اعلى اصوات. بس انت دخلت المكتب بقى التنفيذي. انت دخلت بقى في المجلس ده، والمجلس ده كان فيه يعني حاجات كتيره قوي، احداث كتيره حصلت قوي حصلت قوي مع مع المجلس ده. احداث صعبه جدا برضو. لو ما كنتش مريت بصعاب كتير وانت لاعب في الكاراتيه اللي انا حكيت لك عنها، ما كنتش تستحمل الهزات الكبيره اللي حصلت في المجلس ده بالذات. مجلس اتحل مجلس اتحل بعد سنه لا بقى المجلس اتحل، يعني اترفع علينا قضيه اول يوم بعد ما نجحنا. القضيه قعدت لها سنه فاتحلينا، يعني من اول يوم واحنا الناس بتشدك من اول يوم. لما جينا اتحلينا فالوزير طلع قرار بتعيين المجلس بالكامل. الساده الزملاء 5 من الساده الزملاء رفضوا، قال لك احنا جايين بقوه الجمعيه العموميه ما نجيش بالتعيين. فضلتوا بقى كنت انا شايف انه لا، هي غلطه اداريه. وفي الاخر احنا كلنا عارفين الجمعيه العموميه عايزه المجلس ده، فبالتالي مش عايزين ندخل يعني النادي في نفق مظلم. يعني فكره حل النادي الاهلي دي يعني بالنسبه للاهلاويه حاجه كبيره طبعا، كبيره، بس مش في ايدينا. واللي رفعوا القضيه اترفعت من الناس من الجمعيه العموميه، لازم هي اللي ليها حق ترفع القضيه. فانتوا رجعتوا بقيتوا 6 في المجلس. 6. انت المفروض 6 وانت تحت السن. انت اول سنه دي انت المفروض تقعد تسمع عشان تتعلم. مفيش بقى شمر وانزل بقى، مفيش. ابتديت بقى على طول تمسك ملفات كبيره. بالظبط. الملفات دي والظروف دي خدمت ان انت تتقل وتجمد وانت سنك صغير. فدي كانت بفايده انك اتعلمت. على قد ما كانت صعبه وخدت مني كتير، على قد ما كانت بفايده. البلد نفسها كانت مطلوب من البلد انها تطلع قانون الرياضه سنه 2000 سنه 2017 كان المفروض يطلع قانون الرياضه. فكان في شغل عليه وكان في اجتماعات كتير واجتماعات في كان ساعه المهندس خالد عبد العزيز. بالظبط. كان مطلوب من كل الاتحادات بعد ما قانون الرياضه طلع كل الاتحادات تشهر نفسها وتعمل لائحتها. كان مطلوب من الانديه انها تعمل لائحتها. فده اداني فرصه ان انا ادخل في اللوائح، وكنت انا بحب اللوائح واحب، لان عاده اللي بيشتغل في العمل العام ما بتبقاش يعني مستصاغه قوي ليه اللوائح وبتاع، بيبقى جاي المواضيع تانية ممكن. فانا كنت لا ادخل فيها، فده اداني علاقه مع الاتحادات الرياضيه كلها ومع فابتديت افهم طبيعه انتخابات الاتحادات وطبيعه انتخابات الانديه، وبقى ليا وجهه نظر فيها من وانا صغير. لا انا ليا رؤيه معينه لو الرياضه عايزه تتصلح في كذا 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 من خلال اللي انا شفته. ما هي دي بقى النقطه اللي انا كنت بقول لك عليها. ليه انا عاجبني فكره ان انت تكون موجود معانا؟ لان انت عندك الباك جراوند الرياضي والاداري. ايوه. فهتبص على المواضيع يعني من منظور مختلف، لان دي دايما في مشكله ما بين دايما الرياضيين وما بين الناس اللي بتدير. صح. لانه احيانا كتيره الناس اللي بتدير ممكن يكون رياضي بس ما بيكونش رياضي وصل لمستوى عالي قوي. صح. يعني ممكن ما يكونش كان بطل عالم. صح. فانت لما ما بتوصلش لا بجد مليون في المية. لانه انت لو ما اتحطيتش في الظروف دي انت عمرك ما هتعرف الراجل ده محتاج ايه ولا بيحس بايه. طبعا. ودي مشكله موجوده كبيره هنا في الوقت الحالي يعني. فعشان كده بقول لك انت لما انت تيجي تبص على اي حاجه بالنسبه لاي رياضي انت هتبقى عارف هو ده محتاج ايه، هو بيحس بايه في الوقت ده، هو طب نعمل له ايه، طب نشتغل عليه ازاي، لان انت مريت بالظروف دي كلها. انت لما تيجي في بطوله يا عضو مجلس اداره بيقول مهند الفتنس بتاعه واقع لان انا مثلا خسرت او ما توفقتش، انت ما عندكش من المعرفه انك تبقى عارف ان اللاعب اللي بيلعب وهو مضغوط مثلا او مش يومه او متوتر او كده فسيولوجيا بيبقى عامل زي اللعيب اللي مش متمرن. يعني نفسه بيعلى وضربات قلبه بتزيد وعضلاته بتشد ازاي مهند واقع فتنس وهو معسكر بقاله شهور
فاهم ازاي؟ نعم. هو حاجه من الاثنين، يا اوفرلود يا بدنيا يا فأنت pressure. يا اما بريشر. فلما بيقعدوا مجلس اداره اللي متخذ القرار ومتحكم في مصيرك ككابتن منتخب يبقى بيقول الجمله دي، فانت تعرف ان انت على الدنيا السلام. يعني فأنت أنا هنيجي بأكد على للنقطة دي كلامك عشان يعني. دي نقطة مهمة جدا. هنرجع تاني لنقطة الإدارة الرياضية عموما والاتحادات وكده. بس يعني خلينا نكمل في الحتة اللي احنا فيها دلوقتي. خلصت الفترة بتاعت المهندس محمود طاهر وابتدى بقى جاء تكليف جديد وبرضو دي برضو انا مش عارف يعني عجيبة صراحة. مش فكرة عجيبة بس لا يعني صعبة ان انت انا عايز بس اسالك سؤال المعلومه انا دي مش متاكد منها. هل انت حضرت مجالس ادارات مع المهندس محمود طاهر وانت واخد قرار ان انت هتنزل مع المهندس مع الكابتن محمود الخطيب؟ بعد ما اعلنت حضرنا كام جلسه في الاواخر لازم. يعني انت حضرت في الاخر جلسات وانت كنت اعلنت خلاص ان انت في طب عايز صعبه جدا والناس ما يعني الناس ما تستوعبهاش اللي هو انت خلاص اخترت. انا ببص لها ازاي؟ انا اخترت قائمه تانية ملوش علاقه بان انا لازم اكمل مسؤولياتي ودوري تجاه الجمعيه العموميه لاخر يوم. فلما انت قررت مثلا قبل الانتخابات بشهر او شهرين، في خلال الشهرين دول لسه في اجتماعات مجلس اداره وفي اجتماعات مكتب تنفيذي. مكتب تنفيذي كل اسبوع، مجلس اداره مره في الشهر، اوقات بيبقى اكتر، دايما في الاخر بيبقى اكتر. فحضرت لي 3-4 اجتماعات مجلس اداره و5-6 مكتب تنفيذي. انا باصص لها كده اللي هو بغض النظر احنا النهارده كنا مع بعض في المجلس، الفتره اللي جايه مش مع بعض، بس ده ما يمنعش ان الجمعيه العموميه ليها حق عليا. في ناس بصلها منطلق تاني خالص، انت اصلا ازاي اصلا تدخل تقعد، او ان دي صعبه جدا. طب انت الضغط اللي بيبقى عليك من الناس اللي موجوده معاك اللي انت هتبقى قصادها بعد كام يوم في الانتخابات صعب جدا يعني. طب وهم كانوا بيتعاملوا معاك ازاي؟ بصراحه المهندس محمود طاهر بيتعامل معايا بكل احترام وكل تقدير، وعمري ما شفت منه حاجه وحشه يعني. حتى في الفتره دي ما كانش فيه اي كل جنتله حد بقى يقول لك لاخر يوم بيقول لي مهند انت ابني انت ابني انت ابني. يعني دي حاجه تحسب له يعني جدا. وانا يعني اكيد كنت يعني متضايق ان احنا مش هنقدر نتواصل تاني لانه بعد لما رحت القائمه. لكن طول الوقت كنت يعني متضايق من حاجه زي كده، لان عمري ما شفت حاجه منه حاجه وحشه. بس برضه يعني راجل رائع، وعلى مستوى كل حاجه مفيش حد تعامل معاه وشاف منه حاجه وحشه. برضه ده دليل على احترافيه. ان هو انا ممكن تكون علاقتي الشخصيه بيك علاقه كويسه جدا، بس ده ما يمنعش ان ممكن تكون مصلحه النادي في اتجاه تاني. ودي اخر جمله انا قلتها له بقى اخر مره اتقابلنا قبل طبعا لما حضرنا بعد الاجتماعات. قلت له يا باشمهندس لو انت شايف لو حضرتك بتقول ان انا ممكن يبقى ليا مستقبل في النادي، سيبني اختار مصيري، يعني سيبني اختار مصيري على قراري. طب الناحيه الثانيه بقى هل مثلا حد قال لك ما تروحش استقيل، ما تروحش المجالس؟ يعني حد من الناحيه الثانيه عرض عليك انك تعمل كده، ولا برضو الناحيه الثانيه ما كانش فيها الاتجاه ده؟ ممكن يبقى كلام من الناس اللي هم كلام عام من اللي هم مش من الناس الاسامي الكبيره والرموز والناس اللي في الانتخابات المؤيدين. طب لا انت لا ما استقيلش. اذا كنت انا اصلا بعمل ده ان انا افضل مكمل، اذا كنت انا قبلنا ان احنا نيجي بالتعيين وكنا 6، انت عارف احنا كنا 6 يعني واحد بس لو انت كنت خرجت المجلس يتحل. ايوه يبقى خرجت مجلس حل. فاذا كنت انا بعمل ده عشان احافظ على النادي واحافظ على استقرار النادي. دي نقطه مهمه قوي يعني. الحته دي حته مهمه قوي. هاجي في الاخر يمكن عمرك ما اتكلمت في الموضوع خالص. بس دي نقطه مهمه جدا، لانه اكيد كان عليك ضغوط او انت كنت ممكن تستغلها، اللي هو انا لو سبت المجلس هيتحل طبعا. وساعتها كان في خناقه، يعني مش خناقه بس كان في صراع كبير بين الطرفين. يعني هي اشرس انتخابات حصلت في النادي الاهلي في تاريخ النادي الاهلي. في حاجه الناس كمان نسيها في وقت المجلس بتاعنا الاولاني، هو احلال وتجديد فريق كره القدم. ايوه يعني الناس لو تبص بتركيز جيل عظيم بيبطل يعني خيرهم عماد متعب واسامي تقيله جدا بتبطل، وانت محتاج تجدد للفريق اللي هو بياخد وقته على ما يتجدد. مع مجلس اداره الى حد ما يتحسبش على كره القدم، ما يتحسبش على كره القدم خالص. كنت الناس شايفانا ان احنا وجوه جديده، مفيش ثقه بيننا وبين الجمهور ان احنا ممكن ان احنا نعمل حاجه. فاللي احنا بقوله ايه، ان ال3-4 بطولات افريقيا اللي احنا خدناهم الحمد لله في خلال الدورتين اللي فاتوا، اكيد برضو منهم بالاضافه للشغل ومجهود لجنه التخطيط وشركه الكوره وكابتن محمود الخطيب هي النواه برضو اللي اتعملت. يعني محمد الشناوي كان جه ايام باشمهندس محمود طاهر، علي معلول
احمد حجازي، صعدنا رمضان صبحي وتريزيجيه، فاهم، وايفونا ازارو بالظبط، برافو عليك يعني. لكن طبعا الناس بتيجي في الاخر بتقول لك النتائج، فاحنا خسرنا في المباراه النهائيه فكذا وحصل التغيير، بس اساس الفريق، قوام بناء الفريق هو اللي بدا من امتى؟ من حوالي 10 سنين. صح، 10 سنين. في فالحمد برضه لله. حاجات تانية، في مثلا الانشاءات، الانشاءات طبعا كان في حاجات فتحنا فتحنا فرع الشيخ زايد، افتتحناه وخدنا فرع التجمع. فرع التجمع اللي كملوا المجلس الجديد بتاعكم. صحيح فيعني صحيح. ده دليل على انه فعلا صحيح. وبالتالي ان انا عندي مشكله كمان مع الاعلام والمؤسسات الرياضيه عموما كلها، تقول لك ايه، النادي الاهلي ناجح اداريا، النادي الاهلي متميز اداريا. طب انتوا ما بتعملوش زي النادي الاهلي ليه يا جماعه؟ يعني لو انت شايف ان هو دي مؤسسه رياضيه قدام عينك اهي، بقالها فتره طويله جدا ناجحه، وكل الناس عارفه ان اداره النادي الاهلي هي صح. جزء اساسي من نجاح النادي الاهلي. ليه الناس ليه المؤسسات الرياضيه الثانيه ما بتعملش زي النادي الاهلي؟ ما دي برضو علامه استفهام. والله انا كلمت كتير جدا في القصه دي، لكن بقول لك فعلا النادي الاهلي على مختلف العصور، على مختلف الشخصيات، ويبقى النادي الاهلي ناجح ومكمل. يعني السر في النادي. يعني بص، النادي الاهلي بدا من 1907 من وقت الايام الانجليز، وبعد كده الملكيه، وبعد كده جمهوريه، اشتراكيه، راس ماليه، ما لناش علاقه. في برنسبلز واضحه، ثوابت، والقيم والمبادئ اللي احنا الناس زي ما بتتكلم عليها. ايه هي القيم والمبادئ؟ هي اختصارا لو احنا بنتكلم عمليا، هي القواعد، رولز، ريجوليشنز اللي محطوطه في النادي، اللي بتطبق من اصغر عامل في النادي لحد رئيس النادي. في ريجوليشنز كده احنا ماشيين عليها، كلنا بنطبقها. مجرد ان كلنا بنطبقها فكلنا بننجح، وبنحط مصلحه النادي هي قدام عينينا على مختلف الكيانات اللي محيطه الاهلي فوق الجميع يعني. الاهلي فوق جميع ابنائه طبعا. طب انا بقى يعني عايز يعني انقل بقى نقله كده، من واحنا بنتكلم على المؤسسات وبنتكلم على الاداره، لانه برضو يعني احنا عندنا مشكله اداره في مصر يعني في الرياضه. ما خلينا نبقى برضو متفقين ان دي مشكله من المشاكل الكبيره. طبعا هي آفة الرياضه. هل انت شايف انه، لانه دي برضو نقطه انا يعني عايز اكلمك انت مخصوص فيها، انت اكيد هتبقى انت برضو بتحضر انتخابات مجالس ادارات الاتحادات كتيره، انا عارف وعارف اللوائح وعارف النظام بيمشي ازاي. فهل انت شايف ان النظام الانتخابي للاتحادات الرياضيه بيجيب احسن ناس تدير الاتحادات الرياضيه دي، ولا ممكن يبقى فيه نظام تاني يفرق، يعني يجيب لنا كوادر تبقى بتدير بشكل احسن؟ بص، قولا واحدا 100% لا. نظام الانتخابات الحالي للاتحادات الرياضيه ما بيجيبش احسن، ما بيفرز احسن العناصر ولا احسن الكوادر، وبناء عليه عشان كده كل مشاكل الرياضه اللي بنواجهها بتبقى مشاكل نابعه من عدم خبره وعدم صلاحيه ناس كتير. ما بقولش طبعا الكل، في ناس كتير كويسه، لكن ناس اكتر مش لا تصلح انها تاخد المنصب ده بمسؤولياته، باهتماماته، بكل صعوباته. يعني انا بشوف ان انتخابات الانديه اكثر شفافيه واكثر انتخابات بتفرز الاصلح لمجالس الادارات في الغالب. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. ما هو عشان انت بتتكلم ان انتخابات النادي، اللي الجمعيه العموميه اللي بتنتخب طبعا هي المستفيده طبعا والمتضرره، وهي اللي عارفه مين يفيدها، هي اللي عارفه مين اللي يفيدها طبعا. انما انت عندك في الاتحادات اللي بينتخب الاتحادات مجالس ادارات الانديه. صحيح. في بعض الاتحادات يعني مثلا ممكن رياضه الفروسيه دي مثلا او كره يعني مش عارف شطرنج، بيبقى مجالس ادارات الانديه كلها ما فيهاش واحد بيلعب شطرنج. وعدد اعضاء الجمعيه العموميه اللي بينتخبوا بيدوا الصوت ما بيعدوش 8 و9 بالظبط. يعني الراجل القايمه اللي نازله ولا رئيس الاتحاد اللي نازل لو اتصل ب4 5 من البتاع خلص الموضوع. هو ده اللي بيحصل. فبتبقى عباره عن علاقات ومعارف، لكن هل الشخص ده فعلا اللي جاي يمسك الاتحاد ده هو الافضل او لا؟ في ظروف كتير لا طبعا. ومحدش يلومه لما ما يخدمش اللعيبه، لانه طبعا في الاخر هو بيخدم الجمعيه العموميه بتاعته. والموضوع بيبقى علاقات، اللي هو يعني بقى انا عندي علاقات بالنادي الفلاني والنادي الفلاني والنادي الفلاني، فبفضل رئيس اتحاد لمده 20 سنه ما بتغيرش، واللعبه بتاعتي ما بتستفيدش. صح. انا برضو مش عايز ان احنا نبين ان كل الناس، يعني ان الناس تاخد عندنا فكره ان احنا بنقول ان كل الاتحادات ما بتشتغلش. اكيد لا، في اتحادات ناجحه واتحادات بالنتائج، انما احنا بنتكلم انه يبقى النظام
احسن. النظام يضمن لك، احنا عايزين نظام بالظبط. يضمن لك ان اللي جاي اداريا على مستوى عالي بغض النظر بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. لكن انت عايز تبقى حاطط دماغك على المخده كده ومرتاح ان الاشتراطات اللي انا حطيتها هتجيب لي افضل ناس، وبالتالي هبقى انا قاعد مطمن على الاتحاد ده ان هيحصل له نتائج او يحصل له تنميه موارد او يحصل له كذا. ارجع تاني واقول لك انتخابات الانديه اللي بيحصل في الانديه انه القائمه بتنزل، هندي امثله صريحه للناس. القائمه بتنزل باسامي ناس عتاوله، لما يبقى الكابتن محمود الخطيب الله يرحمه، العمري فاروق، والمهندس خالد مرتجي، وبقيه القائمه نازله النادي فرع فرع، بتلف على الاعضاء وبتعمل ندوات وبتعرض نفسها عليهم وبتقول لهم البرنامج الانتخابي وبتطلب ثقه الجمعيه العموميه. ده في الاخر بيفرز لك انه مجلس اداره قوي عارف انه جمعيه عموميه قويه هتحاسبه، وبالتالي بيفضل طول الوقت يشتغل عشان يعمل ايه؟ عشان يرضي الجمعيه العموميه. ما بالك بقى الجمعيه العموميه دي او النادي ده ليه كمان ظهير جماهيري، فانت محتاج تخدم الجمهور. يعني انا ما بكلمكش هنا على النادي الاهلي، بكلمك على الانديه عموما. مستحيل ما تشتغلش، مش مستحيل ما تشتغلش. ما بالك بقى لما تبقى نادي جماهيري، فانت هتبقى عايز ترضي، عندك محاور كبيره جدا، الجمهور، الاعضاء، الموظفين، النشاط الرياضي، حاجه مخيفه جدا. يعني انا عايز ليه الاتحادات الرياضيه ما بتعملش كده؟ انا هضرب لك مثال على برضه مهند مجدي. مهند مجدي اللي كان لاعب، كنت ما بقاش عارف مين اعضاء مجلس الاداره اللي عندي في الاتحاد وايه صفاتهم عشان يبقوا اعضاء مجلس اداره وجم ازاي. ده وانت في فتره وانا لاعب وانا كابتن المنتخب وانا لاعب، وعمرنا ما اتسالنا على حاجه في مصلحه اللعب كلاعيبه. النهارده مهند بقى عضو مجلس اداره. كل الاتحادات الرياضيه اللي النادي الاهلي طبعا عضو في الجمعيه العموميه بتاعتها، لما بتبقى انت رايح الانتخابات بتاعتهم بيبتدي رئيس المرشحين لمجلس اداره الاتحاد يكلم مهند وغير مهند من اعضاء مجلس الاداره عشان يقول له اديني الصوت بتاع النادي الاهلي او خلافه وغيره عشان كذا كذا كذا. طب هو مهند، طب مين قال لك ان مهند دلوقتي انا عضو مجلس اداره مش الباور ده عندي؟ انا بقول لك الباور ده انا مش عايزه. لو انا بقول لك من خبراتي بقى لصالح الرياضه المصريه ان السلطه دي لازم تيجي لاهل اللعبه. اهل اللعبه مين؟ نتكلم فيها بقى. حكام، المدربين. هتقول لي اصل الحكام درجات، اختار فئه، درجه دوليين وقاريين ودرجه اولى. اللعيبه اختار الدوليين، اختار الحزام الاسود مثلا. انا بكلمك بامثله، كل لعبه بقى تحط اللائحه بتاعتها. ده حتى اولياء الامور بيتضرروا وبيستفيدوا طبعا مليون في الميه. فانت المفروض اهل اللعبه هم اللي عارفين مين اللي هيفيد اللعبه. لكن انت كده انك يعني تربط مع الجمعيه العموميه في انها تسندك. طيب مهند نفسه اهو بتاع كاراتيه، طب على الاقل انا لما هروح ادي الصوت في انتخابات الكاراتيه تمام. طب انا لما هدي الصوت في انتخابات، ما انا مهند كممثل للنادي الاهلي ممكن اروح ادي الصوت في اتحاد التنس، ممكن اديه في اتحاد التنس طاوله، فاهم؟ مهند يعرف ايه في تنس الطاوله، فاهم؟ كشخص، مش بتكلم كاداره. ما هو اداره خلاص، انت في مجلس اداره النادي الاهلي خلاص، انا فاكر الاداره واحده. لكن انا بتتم ازاي؟ فان انت فلان بيكلم مجلس الاداره، القايمه بتيجي تقابل مثلا رئيس النادي وبتقابل مجلس اداره النادي الاهلي او الانديه وتعرض نفسها عليهم، فبالاتفاق تمام، طب ندي الصوت لفلان. طب مين قال ان فلان هو اللي هيفيد فنيا اللعبه؟ طبعا الراجل ده فاهم، هل الراجل ده عنده امكانيات؟ طبعا. انت دلوقتي يعني في مشكله او في موضوع دلوقتي ان الاتحادات كتيره بقى عندها مشكله ان الدوله ابتدت تسحب الدعم. هل انت لحد النهارده وكمان الاتحاد مستني دعم من الدوله؟ برافو عليك، انت اثرت نقطه مهمه. بس كمان قبل الدعم عشان نقفل الحته دي، ازاي اصلا من ضمن اشتراطات الترشح لمجالس الاداره انك ما تحطش بند انك عندك خبرات في الاداره؟ ازاي بتقول الراجل ده لازم يبقى ايه؟ انت مش بتقدم ان هو ايه؟ ادى الخدمه العسكريه، حسن السير والسمعه والسلوك، عضو او منتمي للهيئه او الاتحاد بشكل او باخر، اذا كنت عضو نادي بقى لك سنه، لكن ما حطيتش الشرط الاهم ان هو يكون عنده ولو الحد الادنى من الاداره، انه مثلا واخد شهاده، ان هو لازم كمان دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده انه يبقى عنده كمان باك جراوند استثماري، انه يعرف يجيب فلوس. طبعا الرياضه دلوقتي بتحتاج فلوس كتيره جدا. طبعا. فين بلد في العالم تقدر تصرف على 100 مليون واحد مش عارف بالشكل ده؟ انا وطبعا ناهيك بقى على ان العمل التطوعي كارثه. ليه؟ لان انت بقى بتجيب واحد ما درسش اداره، ماشي، واتعلم بالترايل اند ايرور، بنجرب ونغلط ونعدل ونغلط طب انت وانت بتجرب وبتعدل وبتغلط، كام واحد اتاخد في الرجلين؟ كام مليون واحد؟ كام مليون واحد؟ ها؟ يا اما هتضطر تعمل ايه؟ تقول ايه؟ طب هي الناس كانت بتعملها ازاي؟ المجالس القديمه كانت بتعملها ازاي؟ فيجي راجل بقى اللي هو موظف في الاتحاد يقول لك كانت بتعمل كده، فتعمل زيه، لكن ما بقاش فيها كرياتيفيتي.
وكمان عمل متطوع، فانت جايب في اغلب الاحيان هو بيديروا محترفين. هي ما هو اللاعب دي المقولة حد المتفق محترف عليها، طبعا. ان هو بيديروا محترفين. طبعا ده لعيب محترف، والمدرب ده عنده حرفه صنايعي بيطلع بطل. فالاثنين دول جامدين قوي في الحته دي. مين بقى اللي هيجي يديرهم؟ ما ينفعش يبقى هاوي، ما ينفعش. دي حقيقة. فاهم؟ فبتعمل جاب كبيره جدا. فانت يعني انا لو بقول انه ازاي نقدر نصلح او يعني الرياضه تتظبط ازاي، طبعا ان الاتحادات الرياضيه ما يبقاش فيها عمل تطوعي، انه الانتخابات ما تبقاش بالنظام الاعضاء الجمعيه العموميه اللي هم اللي يصوتوا، لا لازم المنتمين للعبه. والحاجه الثالثه موضوع القوائم، ده كارثه وجهه نظري، انك تعمل قائمه كامله فيجي عضو الجمعيه العموميه ينتخب القائمه بس باسم رئيسها، دي كارثه. لان انت بتقلص من صلاحيات ممكن اقوله لك كده. يعني كنت بلعب لعبه يعني برضو، الالعاب الشهيده برضو. فكنا في انتخابات اللعبه دي رايحين ننتخب الانتخابات. احنا لعبه في النادي وعارفين احنا عايزين ننتخب مين، وجاي معانا مندوب من مجلس الاداره احنا نعرفه شخصيا ومبلغينه ان احنا عايزين فلان وفلان. فوجئنا وروح دخل جوه كتب اسمين تانيين واحنا يعني طبعا. ما انتوا ليه؟ عشان انتوا مش مهم تزعلوا، لكن في ناس تانية مهم ان هم يزعلوا، ممكن يزعلوا فلا مش هينفع. الموضوع ابتدى يبقى فيه بقى لعبه ايه، ان انا هديك في مجلس الاداره بتاع الاتحاد وانت تديني في مجلس اداره النادي، واللعيبه والحكام والمدربين الناس اللي حياتهم بتتدمر. قول لي بقى مثلا انت لو في اتحاد فيهم، انت بقى لو في اتحاد في مثلا القوه اللي ليها حق التصويت 10000 واحد منتمي للعبه دي، 10000 واحد، هتقدر توجههم ازاي؟ النادي بقى ليه ناجح بقى النادي؟ عشان بيجي لك في الانتخابات 20 و30 ألف و40 ألف جنيه، هتوجههم ازاي؟ فمطالب انك تقول لهم، ومطالب انك تعرض نفسك عليهم، ومطالب انك تطلب ثقتهم، ومطالب انك تطبق البرنامج الانتخابي لانك هتتحاسب عليه. صح. انما في الاتحادات لا طبعا. انا شايف ان دي اساس المشكله في طبعا. يعني دي الموضوع ما ينفعش بقى الوزاره، ما ينفعش الناس المسؤوله تقول لك ان انا ايه، لا الناس دي ما اقدرش اتعامل، ما اقدرش يعني انها تمشي او تغير وكده، لان هو ماشي طبقا للوائح والقوانين، والراجل واخد جمعيه عموميه وماشي باللوائح وكده، غير كده يبقى تدخل ومش لا. هو انت ليه حطيت معيار واحد؟ ازاي يبقى عندي اتحاد مش قادر ينمي موارده؟ ارجع لك بقى للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، ازاي اتحاد لحد دلوقتي 20 و30 سنه ما بجابش ميداليه؟ ازاي 20 و30 سنه ما فكرش فكره ينمي بيها موارده؟ ازاي 20 و30 سنه لسه بيمد ايده للوزاره وبياخد دعم؟ ده انا عايز اقول لك ان في اتحادات ميزانيتها لحد النهارده في السنه 200,000 جنيه و300,000 جنيه اللي بياخدهم من الوزاره. فانت هتصرف ازاي انت على اللعيبه اللي عندك دي؟ طبعا. بطولات ومعسكرات وتاهلهم ازاي؟ طبعا. يبقى لو انت ما عندكش القدره انك تجيب موارد للاتحاد بتاعك تمشي، لازم تمشي. هو بقى دي اللي احنا بنقوله، ان احنا المحاسبه لازم تبقى مش بس لمجرد انه نفذ قانون او لوائح الجمعيات العموميه والانتخابات وبتاع وجاب السكور وجاب الاصوات، لا ما ده اللي بيقتلوا مواهب كتيره طبعا. يعني بيبقى حد عنده موهبه وربنا مديها له وعنده فرصه ان هو يحقق حاجه كبيره جدا، ويتاخد في رجلين لمجرد الناس المسؤوله عنه مش كفء او مش امينه او غصب عنها او عندها اخطاء، مش ما ينفعش. لا، انت اعمل انتخابات واضحه وصريحه، خلي الناس هي اللي مسؤوله عن اللعبه، هي اللي تختار. الناس اللي في مجلس الاداره يبقوا محترفين، عندهم ما يثبت ان هم محترفين في المجال ده، الحد الادنى عندهم ده يبقى عمل شغل مش عشان تقدر تحاسب، عشان يبقى بيتحاسب. يعني دي قصه كبيره جدا. انا متفق يعني معاك 100% في الموضوع ده، انا ما اعرفش ازاي الموضوع ده يتحل. يعني هل ده بقى قانون مجلس الشعب؟ قانون الرياضه دي بقى نرجع بقى للايه، للحاجات العجيبه اللي بتلاقيها في منظومه الرياضه. قانون الرياضه عمل حق للهيئات الحكوميه انها تعمل شركات، تاسس شركات. كويس. وعشان كده النادي الاهلي عمل شركه النادي الاهلي وشركه تأليف شركه السياحه، شركه الكوره، شركه الخدمات الرياضيه، وشركه الانشاءات، وشركه الانشاءات بالظبط كده. فالاتحادات دلوقتي عندها ان تقدر تعمل ده، ليه ما بيعملوش كده؟ ما بقول لك ما هو ده تنميه للموارد. ما هو تنميه للموارد، ما ممكن حاجات اسهل من كده بكتير. ممكن ان انا اسمح للقطاع الخاص انه يخش يساعدني مثلا. لكن ببيروقراطيه العمل الاداري والحكومي بتلاقي نفسك القطاع الخاص بيطفش، فبتلاقي انت بتخسر فرص كتير. يعني في قطاعات خاصه انا عارفها بتحاول بقالها 5 و6 سنين
ترعى اتحادات أنا عايز بعينها أقول لك ومش إن قادره. انت فاهم عارف ان ازاي؟ احنا كان لينا نشاط يعني في، انا بشتغل في الرياضه دلوقتي بقالي 10 سنين. فمن ضمن الحاجات اللي كنا بنعملها ان احنا كنا بنعمل حاجات بطولات مم. كان في اتحادات بتحاربنا حرب كاننا يعني بندمر الدوله يعني. صحيح. حرب مع ان انت المفروض هو دورك. هيخش لك من بند واحد بس، ان بص بيخش لك منين برضو من اللائحه والقانون عشان يقول لك ان اتحاد اللعبه هو المسؤول عن اداره شؤون اللعبه، وبالتالي انت ما تقدرش تعمل حاجه الا لما تاخد اذني وبتاع. يا عم طب طب بص ما لي انا من زاويه تانية خالص، بروح خدني معاك، انا بروح خدني تحت اخد الامبريلا الاذن ما بتاعتك. بيوافقش. بالظبط. ما هي الفكره في ايه؟ بالظبط. انه انت المفروض خدني دورك تاخدني انك معاك. تدور على طبعا 100 انت تدور واحد عليا زيك. طبعا. لان انا بجيب لك استثمارات طبعاً. جديده للعبه بتاعتك، طبعاً. بكبر قاعده الممارسين، طبعا. بجيب لك سبونسرز. طبعا. فانت كمان هتاخد كريدت طبعاً. لما يبقى في ناس زي كده. طبعاً. انما لسه في مقاومه. طبعاً. هم بيبقوا فاكرين يعني، مش كلهم طبعا، في منهم ناس كانوا متعاونين جدا وكانوا ناس محترمين جدا يعني، ولحد دلوقتي في ناس ناجحين ومحترمين. انما كان في ناس هو ده فكره، بص هو مش عايز حاجه جديده تحصل. طبعا لو اتحط بقى في القانون اللي يخليهم يجبرهم على ان هم يشتغلوا بالطريقه دي، والا هيتم دي من ضمن المعايير. لازم يبقى في كي بي ايز انا بحاسب الاتحاد عليها. ايه المعايير اللي انا بحاسبك عليها؟ انك تقول لي بس ان انا نجحت في الجمعيه العموميه وان انا مشيت طبقا للقانون، ولا ان انا مواردك يبقى ايه، نتائجك ايه، خطتك ايه، على جميع المحاور. صح. يعني لازم. موضوع صعب جدا يعني. انا شايف موضوع معقد وصعب، بس جداً. انا شايف ان هو يحصل يستاهل الناس تتكلم ان فيه. الدوله طبعا تبص تنظر له له، وتبص له، لان هيشيل لأنه عبء من على الدوله كبير. نتكلم يعني لسه هنتكلم في والنقطه كمان اللي انا عايز اقول لحضرتك ان هم في فرص كتير قوي لتنميه الموارد. وبعدين انت مش هنعيد اختراع العجله. طب ما العالم كله شغال كده. هو الرياضه بره اللي بيصرف عليها الحكومه، لا. ولا بيصرف عليها السبونسرز والقطاع الخاص. طبعا. دخل القطاع الخاص، خليه يشيل العبء ده من عليك. طبعا. وانت ركز في ان انت تنظم الموضوع، انما ما تبقاش قافل الموضوع وبعد كده مستني الدولة هي اللي تصرف، والدولة مش هتصرف، والدولة حقها انها ما تصرفش. لان 90% من اللي في مجالس ادارات الاتحادات مش عارفين ايه هو الدور الحقيقي لعضو مجلس اداره الاتحاد. بالظبط. مش عارفين. يعني ما يعرفش ان هو المفروض دوره انه ينشر اللعبه في جمهوريه مصر العربيه، دوره انه ينمي موارد اللعبه بتاعته، دوره انه يقلل المصاريف والمصروفات والاكسبنسز بتاعت الاتحاد بتاعه، دوره انه يدي وضع وهيكله للمدربين واللاعبين والسجلات والبيانات للعبه بتاعته، دوره انه يشكل منتخبات قويه تنافس ويحاول يجيب نتائج، يشوف هو فين. لو انا كويس على مستوى القاري يبقى على مستوى البحر المتوسط والعالم، لو انا كويس على مستوى العالم يبقى اجيب على مستوى الاولمبياد. هو ده الدور. 90% من اعضاء مجلس الاداره ما لهمش دعوه بالقصه دي خالص للاسف. 90 كلهم يا اما عايز ياخد منصب في اتحاد قاري، يا اما عايز يطلع في بعثه فلانيه، يا اما عايز ياخد في ناس بتخش عشان بتسافر سفريات وبتاع وبس كده. او النقطه اللي انت اثرتها ان هو ما كانش كويس في اللعبه دي وهو لاعب ولا مدرب ولا حكم، فعايز يخش عشان يبقى ليه هو مثلا سلطه على ناس هو في وقت عمره ما كان يقدر يبقى موجود معاهم. ودي بتعمل كوارث، كوارث. نتمنى ان يبقى في اتجاه حاسم في القصه دي، هو تغيير جذري، بس انا شايفه هو المطلوب. زي ما عملنا تغييرات جذريه في حاجات كتير بره الرياضه ونجحت. الرياضه دلوقتي بقت اولويه من اولويات كل بيت مصر. صحيح. دلوقتي اي حد بيخلف طفل بيوديه المدرسه وبيوديه التمرين. صحيح. فانت بتتكلم في اعداد كبيره جدا من الناس بيتحكم فيهم ناس صح. مش امنين على بالزبط. المكان وغير مؤهلين ان هم يديروا المكان ده. والرياضه ليها بعد امني طبعا، فلازم الدوله مهتمه بيها، لان بعد قومي وبعد امني، لان الولد لو ما مارسش الرياضه هينحرف ولا هينحرف، هيمشي في اتجاه غلط، فهيكلف الدوله اعباء لشباب عنده بطاله او مدمن او سلبي او فاضي او فاهم ازاي. فبالتالي طب طالما خلاص احنا عندنا البوتنشال ده نعمله بقى مظبوط، لان عندنا الامكانيات وعندنا ابطال وعندنا كوادر وعندنا خامات وعندنا مدربين، فاضل بس ان احنا نديرهم صح، بس صح، نحاسب المسؤول مظبوط بس. طيب خلينا بقى دلوقتي ايه، بما اننا خرجنا من موضوع الاتحادات ده نخش في موضوع مرتبط بيه. موضوع التجنيس. دي بقى يعني مشكله، موضوع كبير، مشكله من المشاكل اللي بقت مرتبطه بكل اللي احنا قلناه. ما هو كله مرتبط ببعض، كله متداخل طبعا، لانه في الاخر حاجه بتجيب حاجه طبعا. بتجيب حاجه بتسمع حاجه طبعا. فالفتره اللي فاتت في لعيبه كتير مصريين
اتجنسوا بقوا يلعبوا باسم بلاد تانية على مختلف الفئات. يعني صحيح. في لعيبه كانت بتلعب العاب زي السكواش مثلا، ما عندهمش مشاكل ماديه قوي، صح. واختاروا برضو ان هم يلعبوا باسم بلاد تانية. في لعيبه بتلعب مصارعه، بتلعب العاب ممكن تكون مستواها اقل شويه في الدخل، فبرضو طلعوا كده. فانت ايه رايك في الموضوع ده؟ هل انت برضو في مسيرتك اتعرض عليك قبل كده ان انت حد تتجنس ولا ما عدتش عليك؟ لا طبعا عدت عليا طبعا. يعني انه كان في بعض الامور في صحيح هي في حدود الكلام انه يجس بس كان موجود الموضوع، كان موجود الكونسبت، كان نقدر نعمله باشكال مختلفه. فاهم ازاي؟ يعني باشكال مختلفه، مش ببروجرام بقى ثابته واضحه، لا يعني التجنيس ليه اشكال كتير. فكان ممكن لو انت من جواك عندك الدافع ده، لا كان ممكن تلاقي فرصه واثنين وثلاثه ولما تعرض. بس انا هتكلم عن نفسي، انا ما اعملهاش، لكن في نفس الوقت انا ما بلومش اي حد بيعملها. كل لاعب، كنت عايز اسالك السؤال ده. ما يعني انت شايف ان لو حد عملها كده؟ لا ما بلومش اي لاعب يعملها، لانه في الاخر انا مش مكانه. كل لاعب وليه ظروفه، كل لاعب وليه حياته اللي هو شايف هو يقدر يطورها ازاي. فانا عمري ما الوم حد انه يعملها، لكن انا اعملها ما اقدرش اعملها. يعني احنا لما اتعرض عليا وبفكر او دردشه وبفكر كده ان انا ممكن العب تاني والاقي علم مصر، علم مش مصر بيترفع على ميداليه انا بجيبها، او البس بادج عليه تاني، او اكتب اسم بلد تاني على كتفي، فانا كنت حاسس ان دي مش هتديني الدافع ولا هو مش هيبقى عندي الانرجي ولا الطاقه ان انا اعملها. يعني انا اللي بيديني الطاقه ان انا نفسي ارفع علم بلدي لكن في نفس الوقت ما بلومش اي حد تاني. بس حصل يعني لو ما اعرفش انت كنت متابع الحكايه دي ولا لا، بس من سنه كده تقريبا او سنتين كان في لعيب مصري اسمه محمد الشرباجي، بيلعب بطل العالم في السكواش، اتجنس بالانجلترا وراح انجلترا. كان عليه هجوم ضاري من كل الناس يعني كل الناس يعني كانت الناس كلها بتهاجمه بشكل كبير قوي. صحيح. بعديها بسنه اخوه مروان عمل نفس الموضوع، نفس الناس هم كانوا بيشكروا دعموه يعني ما ده يوريك دي برضه من العجائب بتاعت طبعا. ما ده يوريك ان انت ما اوعى تسلم نفسك للسوشيال ميديا خالص ولا تسمع. عشان كده بقول لا، بس ليه ما نقولش ان الناس ابتدت تستوعب فكره ان فعلا في ناس مظلومه، ولا في ناس. عشان كده بقول لك انا ما بتلومش خالص، كل واحد عنده قناعاته على حسب ظروفه، كل واحد عارف ظروفه، وكل واحد شايف هو يقدر يحسن او يطور من حياته، اذا كان في المجال الرياضي او في مجال حياته عامه ازاي. دي ما في نماذج كتير نجحت بالنموذج العادي اللي هو ما تجنسش ولعب باسم بلده ومثل بلده وفي نماذج كتير نجحت بالتجنيس. بس النقطه المشتركه في الموضوع ده هو اللي انت ذكرته، ان الماده مش هي الاساس في الموضوع. عشان الناس اللي بتتكلم في القصه دي بتقول يعني ان مفيش اهتمام بالرياضيين، فده اللي بيخليهم يتجنسوا، بدليل ان انت ذكرت ناس في العاب زي العاب الاسكواش او حالتهم الماديه مشكله مش ماديه، وبالتالي اللعيبه التانيين في الالعاب التانيه اللي الناس تظن ان هم سافروا واتجنسوا لاسباب ماديه، زي الالعاب اللي هي العابنا بقى اللي احنا بنقول الالعاب القتاليه والمصارعه ورفع الاثقال والكاراتيه وبتاع، لا اسباب ماديه، لا الاسباب مش ماديه. الاسباب ترجع تاني للنقطه اللي اتكلمنا فيها من شويه، سوء اداره الاتحادات الرياضيه للعيبه دي مش ماديا. تمام. والنقطه الثانيه المهمه ان اوقات كتير جدا اللاعب اللي بيتجنس ده اصلا ما بيكونش عنده فرصه انه يكمل في بلده. يعني مش فكره انه ده موهبه وضحيته بيها وكده، لا هو ما يكونش ملوش فرصه، هو نمره 3 نمره 4 نمره 5، فهو عارف انه ملوش فرصه، فيروح بلد تانية انت من وجهه نظرك ان البلد دي كمستوى حياه احسن، فانت شايف انه عمل حاجه كويسه او حاجه جامده، لكن هو بالنسبه له عارف انه ما عندوش فرصه الا هنا. يعني في امثله كتير جدا للعيبه هو طول عمره نفسه يلعب باسم منتخب مصر، نفسه، بس كل مره بيخش في التصفيات او بيخش في بطولات الجمهوريه ما بيقدرش، فاضطر ان هو يروح يتجنس، او اصلا في نماذج نعرفها اصلا كان معاه باسبور اجنبي لكن عمره ما استخدموش، معاه مثلا جنسيتين مصري وانجليزي، وده نموذج لحد قريب مني جدا وصديقي حاول سنين انه يدخل منتخب مصر بس مش عارف، خلاص نصيبه ورزقه، بيتعب وما لقاش. لما راح انجلترا كمستوى مصر اتخطف، خدوه على طول، فاهم، ومثل منتخب انجلترا. ساعتها ما اقدرش اقول لا ده اتجنس، ما اتجنس، هو بيحاول. لا دي حاله تانية، دي حاله تانية مختلفه. لكن انا عايز اقوله ايه، انه التجنيس هيفضل مكمل، والتقصير مش من الدوله، مش من الوزاره، ولا لان الوزاره
بتدعم كل الاتحادات وبتديهم دعم جامد جدا. ويمكن لو في نقطة ضعف في الموضوع ده الا ان هو استيل الوزارة بتدعم الاتحادات، لان الاتحادات غير قادرة على انها تنمي مواردها. فالناس فاكرة ان الوزارة ما بتدعمش. طب انا دلوقتي عملت المكافأة دلوقتي كانت 2 مليون. لا الدولة الفترة دي مهتمة بالرياضة واهتمام يعني. دلوقتي لما حصلت المواضيع دي قال لك الوزارة فين وضعف المكافأة. فبقت مكافأة الميدالية الأولمبية مش عارف 4 مليون، واحتمال اللجنة الأولمبية تخليها 5 مليون. هل ده هيمنع التجنيس؟ لا ملهاش علاقة. عشان كده بقول اللي خد القرار مش صح، مش هو ده الحل. مش هو ده الحل في انك تحد من المشكلة تحت مش فوق. المشكلة تحت. المشكلة ان انت الاتحادات انت كوزارة بقى بدل ما تدعم وترهق نفسك ماديا وتطلع تقول انا ضعفت المكافأة، لا اشتغل كويس على الاتحادات، اشتغل كويس على مجالس الإدارة، اشتغل كويس على ان انت تحط KPIs تقدر تحاسبهم بيها. فساعتها هتقدر تحاسب الاتحادات على اللعيبة اللي بتتجنس واللعيبه اللي اخطر من كده اللي بتتوقف منشطات، بسبب كوارث في الاتحادات برضو. انت بتبقاش عارف، فانت بتخسر لعيبه في اتحادات اتوقفت بالكامل، المنتخب كله اتوقف بسبب المنشطات. هو اللوم يجي على اللاعب ولا اللوم يجي على الاتحاد؟ يجي على الاتحاد، لان المنتخب كله اتوقف. الاتحاد كله اتوقف واللعيبه اللي بتتجنس. فانت المشكله في انك تعالج المشكله تحت زي ما انت بتقول من جذورها في الاتحادات. هتلاقي الظواهر دي بتقل. انا كنت عايز اقول لك انه دايما كنت بقول انه الناس اللي هي بتشتكي من فكرة الرعايات وان الرعايات بتروح لناس عن ناس وكذا، انا كنت دايما بقول انه يا جماعة اللي بيلعب لعبة فردية هو حلم حياته يكمل لعبته بس، يعني هو مش عايز يبقى بياخد فلوس زي لعيب الكوره. يعني هو مش حلمه ان هو ياخد فلوس زي لعيب الكوره، اكيد طبعا لو جات له فلوس هيبقى مبسوط، بس هو بيفكر اساسا انه يصرف على اللعبه بتاعته، انه يسافر معسكرات، انه هو يتمرن تمرين. هو لو لقى حد سبونسر يشيله بس السفريات والسبلمنتس هيبقى مبسوط جدا والبتاع، هيبقى مبسوط جدا بالظبط. طبعا كل ما يجي بس حاجه ثانيه تمام، بس ايه الحد الان اللي عايز يكمل في لعبته، عايز ينجح فيها. ليه؟ لانه اساسا كونه يختار اللعبه دي ويكمل فيها وهي ملهاش اي عوائد ويقدر ينجح فيها، ده معناه انه بيحبها، فهو مش عايز حاجه ثانيه من الدنيا. لانه لو غير كده كان يروح يتجه للالعاب الجماهيريه تجيب فلوس، الالعاب الجماعيه والالعاب اللي تجيب فلوس والالعاب اللي مش فاهم. فانت اوريدي خلاص عندك حد قدرا قبل انه يلعب اللعبه دي ويحبها ويعشقها، فخلاص بقى متطلباتهم دايما مش كتير. طبعا متطلباتهم مش كتير. كنت بقول لك على اخيرا يعني احنا قعدنا كتير واخدنا من وقتك كتير. لا خالص انا سعيد جدا، لسه هناخد تاني خلي بالك احنا خلصنا. بس يعني انا مبسوط جدا بصراحه. انا اسعد والله يعني في الكلام. في سؤال كده بحب اساله الناس في الاخر، ويعني عايز اساله لك، هو ليه الكوره هي اللعبه الشعبيه الاولى في مصر؟ هل اننا احنا اتولدنا خلاص لقينا نفسنا الكوره وده دليل على، ولا هي لازم تبقى الكوره لان هي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم، ولا ايه؟ ولا احنا ما بنسوقش الالعاب التانية بتاعتنا فما فيش حد بينافس الكوره، ففضلت الكوره هي اللي عماله تكبر تكبر تكبر؟ لانه في امثله لبلاد تانية طبعا متفوقه رياضيا طبعا اكتر مننا بكتير، بس الكوره مش هي اللعبه الشعبيه الاولى عندهم. صح. فهل هم عشان اشتغلوا وسوقوا الالعاب بتاعتهم دي اخذت مكانها، ولا برضو يعني هو حصل الموضوع كده ولا ايه؟ هو حصل ان احنا سيبنا الموضوع يمشي زي ما ياخدوا التيار، فالتيار خدوا على ان الكوره هي جماهيريا، وطبعا وجود نادي زي الاهلي والزمالك بالجماهيريه الكبيره اللي حصلت عملت زي امر واقع وفرض امر واقع ان اللعبه دي هي الشعبيه الاولى في مصر، بغض النظر احنا مميزين فيها ولا لا. انت لو هتسالني احنا مميزين في الكوره ولا لا، طبعا مش محتاجه اجابتي، لان كل النتائج باينه. بتكلم بقى على مستوى الدولي وعلى مستوى العالمي وعلى مستوى المحترفين وعلى مستوى النتائج وعلى مستوى كل حاجه. وفي المقابل احنا مميزين في ايه؟ لا مميزين في معظم الالعاب الفرديه والالعاب النزاليه والالعاب اللي فيها تشالنج دي، خلاص دي جينات فينا. في دول فطنت لده واشتغلت عليه، وفي دول ما فطنتش لده وما اشتغلتش عليه، فاحنا سيبنا الموضوع اللي حصل وبناء عليه بقت كرة القدم هي الأكثر شعبية وهي الكاس. هتلاقي مثلا دولة زي الصين من أشهر الألعاب فيها طبعا الكونغ فو مثلا، فهتلاقي مركزين عليها وكل الناس بتشتغلها وبيحطوها منهج في المدارس ومنهج في الجيش ومنهج اليابان مثلا، اليابان الكاراتيه طبعا. هتلاقي مثلا أمريكا هتلاقي البيسبول والباسكت بول وبتاع أعلى من الكورة، والسباحة تيجي أعلى من الكورة، ممكن الكورة تيجي نمرة 5 أو نمرة 6. هل معنى كده
هم ما بيشتغلوش عليها، بيشتغلوا عليها بدليل ان هم خدوا لعيبه ونجوم كبار جدا، اخرهم ميسي يلعب في الدوري الامريكي بعقد كبير جدا. ليه؟ عشان هم بيشتغلوا عليها. هل الصين ما يبقى بتشتغلش عليها؟ هو بتشتغل عليها. الفكره في لازم ان تعرف احنا انت قوتك لازم فين. نعرف نسوق نفسنا، تعرف تسوق نفسك، ونشوف قوتك احنا فين أقوياء في وتشتغل إيه. عليها، وفي نفس الوقت الجماهيريه والشعبيه موجوده، مفيش مشكله يعني. طيب انا دلوقتي في اخر الحلقه بقى، في شويه اسئله سريعه كده عايزه اسالها لك ماشي. وناخد رايك فيها، ماشي. بس تقول لنا يعني رد سريع. سريع. ماشي. ماشي. اول سؤال، من وجهة نظرك ايه انجح اتحاد رياضي موجود في مصر حاليا؟ هقول لك انجح اتحاد رياضي في لعبه فرديه، انا شايف الخماسي والجمباز. لان انا شاهد على الجمباز كمان، انا شاهد في ال10 سنين كان فين، كان بعيد ابعد ما يكون. دلوقتي عندهم ناس طالعه الاولمبياد. الاستاذ ياسر امين، ايهاب امين. ايهاب امين صح. الاتحاد والاتحاد الخماسي شريف العريان. طبعا حققوا يعني، بالذات الاتحاد الخماسي حقق وبقى ميدالية عندنا أولمبية ابطال. ماشي. طيب ده بقى سؤال عندنا، عايزينك تقول لنا صفة مميزة في الراحل عمرو فاروق اللي انت تفتكرها واثرت فيك، ويعني بتحاول دايما ان انت تعملها وتعلمتها منه. هو اكتر حاجه اتعلمتها منه اخلاصه للكيان، للمكان. مخلص جدا جدا لدرجه ممكن تيجي على اي حاجه تانية، ممكن تيجي على بيته، ممكن تيجي على شغله. الموضوع ده اثر فيا جدا، ووفاته خلتني اعيد حساباتي، لان ناس كتير كانت بتقول لي عارف ان انت علاقتك بيه كانت مميزه جدا، وكان هو داعم ليا جدا وبيحارب عليا جدا يعني. وانت عارف هو رئيس المكتب التنفيذي في الدورتين، فانه في المرتين يحارب ويكلم الكابتن وده ان انا اكون موجود في المكتب التنفيذي، لانه شايف ان انا ممكن ابقى مفيد. فحته اخلاصه خلتني انا اعيد حساباتي، لان ناس كتير كانت بتقول لي انت فيك منه كتير، شبهه كتير في ان انت داخل في التفاصيل ومهتم باللوائح ومهتم بالموضوع من مختلف جوانبه. فصراحه الحته دي اتعلمتها منه بشكل كبير جدا يعني. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. رحمه. طيب سؤال تاني، افضل رياضي من وجهة نظرك في تاريخ مصر؟ في ناس كتيرة بس يعني اكيد كتير. في حد ممكن. هقول لك انا يعني هنقول كرياضي نتيجه طبعا كرم جابر انه يجيب ذهبيه وفضيه في الاولمبياد ومش ورا بعض، في جاب في 2008 دي كانت بالنسبه لي. انا عايز اقول لك على حاجه الناس كتير ما تعرفهاش، انا كنت اول ميداليه قلت لك جبتها كانت سنه كام؟ 2005. 2004 كرم جابر جاب ذهبيه في اتينا، فكان متعلق له بانرز في كل مصر. وده اللي بقوله للناس، ان القدوه مهمه جدا. جوه مصر كانت متعلقه له في كل الشوارع. فكان في يافطه كبيره جدا. انا خريج اسنان عين شمس، فطب عين شمس قدام كوبري العباسيه كان في يافطه كبيره جدا انا ما انساهاش لحد دلوقتي. كل يوم من ساعه 2004 لما حقق البطوله في شهر 9 وانا مروح على مدينه نصر باصص عليها وفي خيالي ونفسي ان انا احققها. وبقول الميداليه اللي جبتها في 2005 من ضمن الحاجات اللي فرقت معايا، انه قد ايه كانت الميداليه دي ملهمه بالنسبه لي. صورته ما انساهاش مع اللعيب في النهائي مع جورجيا. لا كان نفسي ان احنا اسطوره يعني. وعايز اقول لك انه ده الاجابه تقريبا يعني. احنا لحد دلوقتي عملنا يعني قابلنا كذا حد 3 اجابات من كرم جابر. فهو لعيب يعني موهوب جدا، كان ممكن كرم يشتغل جابر موهبه يعني موهبه فذة. برضه النقطه اللي اتكلمنا فيها، ممكن كان كمان يعني ممكن ساعات بالك انه في نقطه تشتغلش على نفسك قوي، ممكن من ناحيه المنتالي، من ناحيه الشخصيه، من ناحيه الديسيبلين، من ناحيه كذا، لان انا عارف ان انا موهبتي كبيره. لعيب طبعا. ما هو انت عندك موهبه يعني. عندنا هنا في مصر يا اما بيبقى موهبه كبيره قوي، يا اما لازم تكون هو برضو امكانياته الماديه صح عشان يقدر يصرف على نفسه ويسافر ويعمل كده. فكرم كان طبعا موهبه كبيره. صحيح. طيب عايزين نعرف حاجه، مثلك الاعلى اداريا؟ شخص كده انت عاصرته في كل بقى، انت بقالك مش كان عاصرت كتير دلوقتي كل واحد عدى عليك. كل واحد خدت منه حاجه، كل واحد مفيش حد واحد يعني ما تقدرش ما اقدرش، لان كل واحد كسبت منه حاجات كتير في الشغل، ومش على مستوى يعني المستوى الاداري ناس كتير جدا. وعايز اقول لك مش لازم يكون كمان في منصب اعلى مني اداريا، لا ممكن منصب اقل مني اداريا، اقل مني في البوزيشن يعني.
فاهم يعني ممكن انت مدير انت اداره عندك انت ممكن مدير عندك اداره او مدير فكره ان انت تنفيذي. ممكن تتعلم اي حاجه من اي حد. هو ده اللي فرق معايا، ان انا في البدايه ان أنا ببقى في مجلس الاداره ولقيت نفسي في مجلس اداره النادي الاهلي، فعملت حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا رحت درست ماجستير اداره اعمال، لان شفت ان كورس مجلس اداره النادي الاهلي يستحق ان انا ادرس. الحاجه الثانيه بقيت اروح اتعلم من الناس اللي موجوده في النادي، اللي هم مديرين الادارات. مش هتعامل على ان انا عضو مجلس اداره تعالى اقول لي لا، كنت بقى دي بتتعمل ازاي، دي بتتعمل ازاي. هم دول اكتر ناس هيبقوا مخلصين ليك ان هو يديك المعلومه يعني. فانك تنزل لمدير الاداره تتعلم منه. كل مديرين الادارات اتعلمت منهم، الماليه، المشتريات، اداره النشاط الرياضي، المخازن، مديرين الادارات، فاهم؟ اتعلمت منهم لان ناس عايشه في النادي سنين في الحته دي، فهتديك. فدي اثقلتني جدا لما ارجع اقعد على الترابيزه في مجلس الاداره انت بيبقى عارف عندي كل معلومه. حاجه بتتعمل ازاي. ممكن يبقى في ديبيت وبتاع، فنرجع نسال، بيسالوا مين؟ بيسالوا الاداره التنفيذيه. فبتيجي تتبني الثقه في مهند انه عنده المعلومه الصح، لان ما بقولش معلومه كده، لازم اكون اتعلمتها. طيب من وجهه نظرك ايه السبب اللي مخلي النادي الاهلي ناجح اداريا ومستمر في النجاح على مر العصور؟ ان احنا حاطين مصلحه النادي هي نمره واحد وقدام عينينا، بس بغض النظر على مصلحتنا الشخصيه. كلنا بدون استثناء بنيجي على نفسنا عشان خاطر النادي الاهلي. جميل. السؤال الاخير بقى عشان يعني انا عارف انا طولت عليك. لا خالص. بس يعني هل انت شايف من وجهة نظرك ان في يوم من الايام ممكن رئيس النادي الاهلي يبقى رياضي بس مش من كرة القدم، من لعبة تانية؟ وارد. في الاخر هي الجمعيه العموميه هي اللي بتقرر، وفي بس نماذج هي ما كتير. حصلتش قبل كده. ما حصلتش بس في رؤساء ما كانوش رؤساء نادي، ما كانوش لاعبي كوره. المهندس محمود طاهر ما كانش لاعب كره قدم، لكن هو وارد. هي الجمعيه العموميه هي فاطنه، عندها من الكياسه والحكمه انها تختار الافضل بغض النظر الباك جراوند بتاعه ايه. فلا طبعا وارد. في نماذج كتير جدا للرؤساء النادي ما كانوش من باك جراوند كوره، لكن مهم ان ان المجلس يبقى هو فيه في حد. الاخر فكرة الجمعية العمومية يعني بتختار هي صاحبه القرار وبتختار وبالتالي الافضل. المرحوم يعني الراحل عمرو فاروق كان اكبر مثال على ده. طبعا. ان هو كانت شعبيته جارفة طاغية جوه النادي. طاغية وجارفة طبعا. لانه كان بيخدم الناس جوه النادي. صح. فانت شايف انه لا ده ممكن عادي جدا. ما لهاش علاقه خالص. في الاخر اللي بيحكم هو الجمعيه العموميه. طبعا مش حكر على حد خالص. خلي بالك انت، انا بقول لك نجحت اهو 3 دورات. في ناس من كرة القدم اترشحوا لمجلس إدارة النادي مش للرئاسة يعني، وما كسبوش. الجمعية العمومية لا، مختلفة خالص، صعبة جدا ومختلفة خالص. الجمعية العمومية النادي الأهلي هي السر ورا نجاح النادي الأهلي. طبعا. طيب اخيرا يعني انا عايز اشكرك. طبعا انا بشكرك والله يعني جدا. انا انبسطت جدا. انا اسعد والله بجد، وعرفت حاجات يعني احنا اتكلمنا كتير مع بعض بس كل المعلومات النهارده دي معلومات جديده. فكرتني بحاجات كتير الواحد مر بيها بصراحه، مشوار كبير صراحه. فانا انبسطت جدا. انا اسعد والله. ومتاكد ان اي حد هيتفرج على الحلقه دي تمام. ونفسي لكل الناشئين بقى والناس اللي بتلعب رياضه تتفرج على الحلقه دي لانهم هيستفيدوا جدا. نتمنى الواحد يكون يضيف قيمه لاي حد، واي حاجه تكون تفرق. انت بتضيف قيمه في اي مكان. ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. الف شكر ليك. شكرا ليك. ان شاء الله حلقه تانية بقى يا رب ان شاء الله قريبا ان شاء الله. جود لك لكم. شكر جدا. مع السلامه.